احنا بنعمل ايه وعلى ايه؟ احنا بنبتدي من اول ان البيت يتعمل له ديكور مظبوط للايجارات اليوميه، لان ممكن الديكور يبقى مظبوط لمراتاتنا والاهالينا حاجه كلاسي جدا، مش يكون هو ده اكتر حاجه تخلي البيت يوصل لاعلى ايجارات، ممكن ما يبقاش فيري ديوربل. فالانتيرير بتاع البيت اللي بيتاجر كل يوم اي كاتشي بطريقه ما، ولازم يكون ديوربل يستحمل الايجارات. ما ينفعش يبقى مثلا في نجفه ازاز هانجنج ممكن بسهوله تتكسر، لان انت عندك انواع جست مختلفه بتسكن في البيت، فانت you cannot control them all over the state. فاحنا بنبدا بالانتيرير، التصوير الاحترافي بعد كده، وده حاجه مهمه جدا وهي اللي بتقدر تساعدنا ان احنا نوصل لاعلى ارقام في الايجارات. وبعد كده ان احنا ننزل الليستنج على اهم تشانلز في العالم. ما نقدرش ننكر ان اهم تشانلز في العالم حاليا Booking.com واير بي ان بي. احنا بندير بيوت. تعال نمسك الموضوع من الاول. احنا لما بنيجي نقول ان البيت ده حلو او وحش، بنقول على ايه اول حاجه؟ اللوكيشن مينلي معتمد على الديماند، يعني في لوكيشنز عليها ديماند عالي جدا من للشورت تيرم رينتال ماركت، طبعا دي بتكون الاقوى ودي بتكون الاحسن، وفي لوكيشنز ما عليهاش ديماند عالي تقصد فبالتالي ايه بديماند يا جون؟ يعني ديماند من ايه يعني؟ ديماند اللي هو يعني بمعنى اللي هو طلب عليها من الناس اللي بتيجي سياحه، ولا؟ سياحة داخلية أو خارجية. اوكي. يعني أكيد الطلب في حتة صحراوية مش هيبقى عالي زي سيتي سنتر كايرو أو ميدان التحرير، يعني أكيد الطلب في حتة زي كده هيبقى أكتر، فدي لوكيشنز أحسن ومور لايكلي إنها تشتغل معظم أيام السنة ويبقى عندك نسبة إشغال أعلى ومتوسط سعر ليلة كويس. لكن الحتت البعيدة اللي ما فيهاش طلب كتير، اللي ما تنفعش الإقامات قصيرة المدى، خد بالك الإقامة قصيرة المدى ده مش حد زيي وزيك عربيته مركونة بره وعارف البلد وبيتحرك، لا ده عادة ما معهوش عربية ومحتاج الحاجات تكون جنب بعضها، او يكون في سهولة التنقل منها بمواصلات يقدر يروح حتت مختلفة. هو منظور اللي جاي مدة قصيرة مختلف، لان مينلي هو معظم الوقت مش عايش في المدينة دي، يا اما جاي من مدينة اخرى من مصر وده نسبة مش كبيرة، يا اما جاي بره مصر اصلا. حتة اللوكيشن دي هي اهم حاجة في البداية. وفي لوكيشنز احنا بنقول للمالك لا احنا مش هنقدر بايجارات مدة قصيرة نوصلك لارقام اعلى، انت احسن لك ان انت تأجرها مدة طويلة لان المنطقة بتاعتك ما عليهاش طلب كويس. يعني لو حد مثلا برضو بيتفرج علينا هيقولك طب انا اجر بيتي ليه اصلا مدة قصيرة؟ يعني ايه الفكرة الريتيرن مختلف تماما، ازاي ليه؟ ارقام تانية خالص وبالدولار والفرق ما بين الايجار القديم اللي هو اللونج تيرم والشورت تيرم اللي هو باليوم، لا فرق فظيع في الارقام، فرق كبير جدا خصوصا لما يكون لوكيشن حيوي. انا كده فهمت منك اكتر ان لازم لو عندي شقة في مكان كويس، فرصتي ان انا اقدر ادخل منها عائد اعلى من الايجار القانوني الجديد، فرصتي فيها اعلى، بس لازم تفرش بقى طريقة، يعني لا نخش بقى في الفرش فكرة قصة الفرش. كبيرة طبعا. الفرش خد بالك في ناس فرشة كريستالات وحاجة لاكجري جدا، بس ده شبه بيوتنا، احنا دايما عايزين ندور على الحاجة الجديدة المترقعة اللي فيها ألوان والألوان متداخلة مع بعضها، وفي نفس الوقت كصاحب بيت وكأونر انت عايز الكلام ده يتعمل بطريقة ديوربل، لأن انت مش عارف اللي جاي ده مدى سوء استخدامه للعفش ايه، فانت مش عايز كل يوم يبقى عندك ويرنتير وصلح وعطل اليونت بتاعتك واقفلها عشان عندك تصليحات، فانت عايز انتيرير ملفت، حاجة مختلفة وفي نفس الوقت تقدر تعيش فترة، يعني الانتيرير عليه دور كبير. انا عندي البيت خلاص، البيت مكانه حلو، وانا هفرش البيت زي ما انت بتقول، هفرشه حلو وهفرشه بطريقه مودرن، ومش هخلي حاجات كتير تتكسر، وهخلي بالي من العفش وكل الكلام ده. ايه تاني لازم اخد بالي منه، او ايه المفروض انا اعمله علشان انجح؟ ايه اللي ما اعملوش؟ طيب بلاش ايه اللي اعمله، لا اللي اعمله لا ايه اللي هعمل حاجات لا اللي كتير. اعمله كتير برضو، يعني انا برضو حابب ان الصوره دي نطلعها. زي ما انت عارف المهندسين الديكور اللي احنا بنتعامل معاهم فهموا الموضوع بشكل قوي جدا، على عكس اي مهندس ديكور عادي. مهندس الديكور العادي بيفرش فيلا في التجمع عايز فيز قد كده، عايز يفرش فرش بارقام كبيره جدا، بيدمر الار او اي موديل. مينا ممكن تساعدنا وتحكي لنا عن اهم 5 نقط توصل بيتك لاعلى عائد بالدولار؟ خلينا نمسك الخمس نقط دول نركز عليهم شوية. أول حاجة مهمة جدا في البيت هيكون إيه؟ هيكون الفرش بتاعه، لأن أول حاجة بتحصل على اير بي ام بي إن الناس بتاكل بعينيها. يعني إيه بتاكل بعينيها؟ يعني أنا هتفرج على البيت ده هيعجبني، أنا مش هبص على أي حاجة تاني. فالاستاتستكس اللي شفتها في اير بي ام بي إن الناس they spend تقريبا من 5 ل10 ثواني في أول 5 ل7 صور، بيتفرجوا على أول 5 صور، فبالتالي أول 5 صور
انت هتحطها في الصور اللي انت هتحطها على اير بي ام بي او على booking.com او هتعرض بيها بيتك باي شكل من الاشكال، دول مهمين جدا. وطبعا اهمهم اول صوره، لان وأهمهم هي واحنا بنفر بنشوف البيوت المختلفه، اول صوره هي اللي باينه لي، طبعا يا شدتني اخش في الثانيه والثالثه بالظبط. والرابعه، يا ما شدتنيش وايسكبدت ودخلت على بيت حد تاني اصلا. في ناس كانت بتختلف على فكره الصور دي والفرش والكلام ده كله، بيختلفوا على حته ايه اول صوره المفروض احطها. اول صوره اقوى صوره طبعا. هنتكلم على موضوع الصور ده، بس خليني افرد لك الخمس نقط الاول. اول حاجه الشكل والفرنتشر والمود اللي انت بتدخل فيه الشخص يعني عفش اللي بيتفرج. جدتي القديم المستخدم ما ينفعش؟ عفش جدتك اللي انت حاطه اللي هو مذهب بقى وقيمه بقى وحركات والكلام ده كله، ممكن يكون ليه تيست عندنا احنا كذوق مصري جميل جدا. عفش دمياطي خشب قوي، رجلين ما بتتحركش، كل وتقيله ثابت وعايش عمر، بس مستهلك وديزاينز قديمه. ما انا مش- بقول جدتي مش عشان عفش جدتي انا، ما انت لما عشان تعرف ارمز بالظبط. للعفش القديم اللي بقاله سنين. ما انت لما تعرف مين اللي بيسافر على اير بي ام بي ومين اللي بيحجز، هتعرف تتارجته. ما انت النهارده لازم تقول هو مين اللي هيحجز البيت ده. لو جدتي اللي هتحجز البيت ده قوي قوي، طبعا هتحط لها العفش الدمياطي لان هي بالنسبه لها ده احلى حاجه في الدنيا. لكن لو جن زي وجن الفا اللي هم النهارده عمرهم يتراوح ما بين 20 ل 25 سنه، هم يمثلوا 61% من مستخدمين اير بي ام بي، انت لازم تفكر تاني. فدي اول حاجه، العفش اللي انت حاطه. تاني حاجه الصور. انا حاطط صور مصورها بالموبايل والدنيا مظلمه، هل انا مبين الحاجات الخارجيه، الشبابيك باينه ولا لا؟ هل انا طفيت النور وانا بصور ولا لا؟ هل انا مصور من انجلز منطقيه ولا مصور السرير وانا واقف قدامه كده على طول؟ هل مصورها وايد انجل؟ دلوقتي كل الناس معاها موبايلات ومعاها ايفونز ومعاها، هل انا مصورها بقى من فوق لتحت، من فوق ولا لتحت لفوق، ولا مستوى واخد... عيني؟ دي كلها حاجات مهمه. ده تاني فاكتور. تالت فاكتور وده برضو مهم جدا، انت هتتعامل مع الجست بتاعك ازاي؟ جست كوميونيكيشن والريفيوز بتاعتك. ليه؟ لانه لما انت بتتكلم مع الجست اللي جاي حاجز ده، انت عايز توصله، يعني انت عايز تطمنه اول حاجه. يعني هو لازم يبقى مطمن، لازم يلاقيك ان انت بتعرف ترد بسرعه. فكره ان انت تقعد ساعتين مثلا ما بتردش عليه بعد ما حجز وهو سألك سؤال، لا مقلقه. انا حجزت غلط ولا ايه؟ هو الراجل ده ما بيردش. هل انا بقى لما اجي احجز خصوصا لما ببقى رايح مدينه انا مش عايش فيها وما اعرفش فيها حد؟ يعني انا لو انا اوروبي او عايش في الامارات ونازل القاهره وبنزل في بيت، يعني انا ده المكان اللي لو ما يردش عليا انا هنام في الشارع. واللوحش من كده، تخيل انت اول مره تحجز على اير بي ام بي، ودي اول تجربه ليك على اير بي ام بي، ورحت باعت رساله للراجل الهوست بتاعك اللي هيستضيفك في بيته وهو ما ردش عليك لمده 6 ساعات. يا نهار هيبقى ابيض، احساسك ايه؟ انا حجزت غلط، انا لا هفكر طبعا. تاني وهكنسل. فدي تالت حاجه مهمه جدا، وده اللي بناء عليه بيترتب الريفيو. الكوميونيكيشن والريفيو، تمام ماشي. رابع حاجه ودي برضو نقطه مهمه، تنظيفك للمكان عامل ازاي؟ بتنظف المكان بشكل مستمر، محافظ على صيانته ولا لا؟ سايب له ايه في البيت؟ الامانيتيز اللي انت سايبها له في البيت دي ايه بالظبط؟ هل عامل له واي فاي وفي تلفزيون حلو وفي تكييف وفي ميه ساقعه وفي ولا لا؟ واخر حاجه، ودي اعتقد ان دي لو انت ركزت على الاربعه الباقيين واهملت دي، فانت اهملت في الشغل بتاعك كامله، وهو التسعير، البرايس. وده بحر. يعني لو انا اتكلمت عن الاربعه الاولانيين دي معظمنا يقدر يعملها، بس الحته الاخيره دي البرايسنج دي فيها كم تكنولوجيا غير طبيعي دلوقتي، وفيها كومبيتيتيفنس، وفيها ان انا اسعر بناء على ايه. ما انا ممكن النهارده اقول انا هبقى راضي لو اجرت البيت ده $20 $1000 في اليوم، يا سلام، وافرح بقى انا بايع لشهرين قدام. في ناس بتنبسط لما يجي يقول لك ايه، انا مأجرت البيت الحمد لله 3 شهور الجايين مقفولين كلهم محجوزين. انا كنت منهم للاسف. ودي هنتكلم برضو عليها. فخلينا نمسك دول ال5 حاجات مهمين. نمسك اولهم الانتيرير. والانتيرير اعتقد ان انت كمان اشطر مني فيه، وبيبقى دايما انت بتفكر بطريقه عمليه اوبريشنال، وانا بفكر بطريقه نفسيه شويه. لكن انت عايز تعمل ايه؟ بما ان قلنا ان الناس اللي بتسافر وبتستخدم اير بي ام بي دول كلهم اعمارهم صغيره، ما هماش ناس قد اهالينا اللي هم عنده 60 و70 سنه ولا 50 سنه، لا ده انت بتلاقي الاعمار الناس اللي بتسافر من اول 18 سنه، من اول ما يقدر يسافر دول لوحده اكيد فيري انرجيتك طبعا، لغايه الميلينيالز اللي هم قدنا، اللي هم عنده 35 40 سنه، ده لسه بيستخدم اير بي بي. طب انت عايز تتارجت الشخص ده النهارده مهتم بايه؟ بالعفش ابو البرقع بتاع الستاره اللي نازل بكرانيش، ولا هو عايز حاجه سيمبل يقدر يعمل كده، يفتح الستاره ويقفلها؟ عايز سرير عنده في بيته وبيت اهله، اكيد في الكلام ده بالظبط، وفي كريستالات وفي حاجات فخمه اكيد هو عنده كل الكلام هو عايز ده. ايه بقى؟ هو هتلاقيه عايز حاجه
هاديه او مجنونه جدا. مجنونه جدا طبعا، بتفرق مع الاعمار دي طبعا. بالظبط. عايز الوان فظه بتنور بتشع بتلفت النظر جدا. خصوصا ان هي شورت ستاي. يعني انا ممكن فور شورت ستاي اقعد يومين 3 في بيت فيه الوان احمر واضحه يعني. بالظبط. لكن في بيت عايش فيه على طول تبقى صعبه طبعا. صعب. انت عايز توصل الاكسبيرينس كامله للي جاي يقعد، فبالتالي انت لازم الفرنتشر اللي انت بتحطه في البيت والوانه والعفش اللي انت بتختاره وكل الكلام ده لازم يبقى يتماشى، انه يبقى اولا براكتيكال يعني عملي. ما تجيبش سرير يبقى ظهر وفيه قماش وتطريز وحاجات فظيعه ده هيجين وايز ده. يعمل مشاكل كتيره جدا ما بين حجز والتاني. هتنظف ازاي؟ هتنظف ظهر السرير يعني ده ازاي؟ الناس العرق بتاعهم وظهر راسهم لما يبقى السرير حاجه فيها فابريك اكيد يعني ما بين التشيك ان والتشيك اوت مش هيبقى احسن حاجه السرير الكابوتينيه يعني. بالظبط. ده من الحاجات اللي يعني صعبه في الاوبريشن جدا. السرير لو مش واقف على رجلين حبيت تنظف تحتيه، هتشيل السرير ازاي؟ تجيب 4 يشيلوا السرير عشان تنظف تحت السرير؟ مش منطقي. فممكن تعمل مثلا سرير مرفوع، ممكن، دي كلها افكار. لما تيجي تعمل مثلا كنبه او سوفا او ليفنج او حاجه زي كده، حاول ان انت تبقى الالوان ما تبقاش فاتحه. اللي انت لما تيجي تعمل كنبه لونها فاتح لونها ابيض وهي متماشيه جدا مع افتكرت ايوه صح. هيحصل ايه؟ انا قعدت والبنطلون بتاعي مثلا مش نظيف ولا اي حاجه حصلت ولا كده، بقعت الكنبه دي بقت لونها بدل ابيض طفل درع عصير. طفل درع عصير. هتعمل ايه؟ وعندك حد تاني داخل بكره، ما انت عامل زي الفندق الاوتيل. بس خلينا نقول السر اللي احنا عملناه ان احنا بقت الكنبه عندنا بقى ليه طقمين كفرز، طقم موجود وطقم تاني علشان نلحق ما بين الحجز والتاني ان نسلم دايما كنبه نظيفه. بالظبط. ودي مهمه جدا. كل حاجه بيبقى ليها حل، وتخلي على قد ما تقدر الثيم بتاعك بتاع البيت مودرن. يعني ممكن تستعين مثلا بحد راجل شاطر جدا او جهه او مكتب بتاع انتيريور ديزاينر يجي يقول لك، حتى لو هتدفع فلوس فيه، بس يجي يقول لك بص انت عشان تعمل البيت ده بشكل حلو قوي ويبقى احلى من بيتك كمان، ومفيش مانع انه يبقى احلى من بيتك وتعمله مودرن، لازم تستعين بحد متخصص. فاستعين بحد متخصص يفرش البيت. الا بقى لو انت عندك اوريدي ذوق وذوقك حلو وشايف ان ذوقك حلو وعارف وبصيت كمان على الماركت، يعني ايه مفيش مانع ان انت تغش من اللي حواليك. ما تفتح اير بي ام بي وتتفرج. انت فاكر المشكله اللي واجهتنا في الانتيريور ديزاين ان اي انتيريور ديزاينر عايز حاجتين: فيز عاليه وعايز بادجت فلوس كبيره او مفتوحه علشان ايزيلي يطلع صوره ملفته. وده طبعا بيبوظ الريتيرن اون انفستمنت موديل بتاعنا، لان العائد على الاستثمار بيبقى اقل، لان انت بتخلي المالك يصرف ارقام اكبر. فبي اند اب ان المالك بيجي يقول لك، الاونر يجي يقول لك لا انا هحط العفش القديم، او لا انا مش هشغل معاكم. فاحنا وي اند اب ان احنا بقى معانا مهندسين الديكور بتوعنا اللي فاهمين الاندستري دي شغاله ازاي عشان يطلبوا فيز ريزنبل ويحطوا بادجت ريزنبل اللي بيها برضو قدروا يطلعوا بيوت ملفته جدا وديوربل. فده فرق معانا طبعا جدا. بالظبط. فموضوع الانتيريور وموضوع الصوره زي ما قلت لك في الاول، الناس بتاكل بعينيها. فانت لو عملت قدمت له بيت حلو وزي ما هو في الصور هيخش يلاقيه، ودي ثالث نقطه بقى اللي احنا هنتكلم عليها، اللي هي الجست كوميونيكيشن. وهو فعليا لما هيوصل هيلاقي ايه والامانيتيز. نتنقل على ثالث نقطه اللي هي الجست كوميونيكيشن بقى. خليني معلش بس عايز اضيف حته في الانتيريور. لو تفتكر البيوت اللي فيها صوره هوموجينيوس، يعني الوان في الكاربت داخله في الثرول على الكنبه بالوان في معينه في الطابلوهات اللي في الخلفيه مع لون الدهان اللي في الحيطه، ولما تطلع الصوره ماشيه مع بعضها بتلفت العين وبتشد العين اكتر. ولو تفتكر احنا في بيوت خلفي معانا في الجونه ما عندهاش ترس، وصلت لارقام ايجارات اعلى بكتير من بيوت سي فيو شايفه البول والبحر. بالظبط. الانتيرير ده كل حاجه في الموضوع. انت ممكن تعمل، ودلوقتي في بنترست وفي حاجات كتيره قوي تقدر تخش تقول انا عايز اعمل بيت لونه كذا، وربنا يخلينا تشات جي بي تي والاي اي يجي تقول له مثلا عايز اعمل بيت لونه كذا، ايه الالوان الكالر باليتس اللي ممكن امشي عليها. بس دايما حاول تحافظ على ان الوانك تبقى ماشيه مع بعض، ما تبقاش فاتحه قوي. مظبوط. ما تبقاش فاتحه قوي عشان الفاتح ده هيبهدل لك الموضوع، يعني هتلاقي المينتننس عالي قوي. وتخلي التيمز مودرن شويه، ما تخليش بقى الحاجات مودرن اللي احنا عرفنا احنا بنتارجت جنريشن عامل ازاي، جن زي وجن الفا. هو الناس دي عايزه تحس ان هو رايح حته مختلفه عن بيته العادي، عايز يشوف حاجه جديده. تالت نقطه بقى نتكلم فيها موضوع الجست كوميونيكيشن والريفيوز. الجست كوميونيكيشن ده
حاجه مهمه جدا، لان انت لازم تحسس الجست اللي قدامك اللي بيكلمك باول حاجه لازم يحس بيها السكيورتي، الاطمئنان. يعني لازم يحس ان انت مش اول مره تعمل كده. انت لازم تتقمص دور الفرونت ديسك، الراجل اللي هو اللي واقف في الريسبشن بتاع الاوتيل اللي بيبتسم. طبعا انت مش هتعرف دايما تبتسم، هو مش شايفك، هو بيكلمك ممكن على التليفون او بيكلمك تشات، فانت لازم تكون محتضن للكونفرسيشن. بس تقدر يعني تبتسم في الشات بالسمايلي فيسز اللي في سياق ان انا يعني ترحابي، مش ما تبقاش سخريه طبعا يعني. طبعا ولازم يبقى عندك طولة بال. ليه طبعا بقى؟ اللي جاي يسافر او الاندستري بتاعت الهوسبيتاليتي فيها طولة بال. في حاجه مهمه جدا على طول الجاستس بيطلبوها: ايرلي تشيك ان وليت تشيك اوت. واحنا احنا كبشر لما بخش الاوتيل انا عايز حاجه اول زياده. واحد، لا انا عايز اول واحد، انا عايز اخش بدري الاوضه، عايز استلمها بسرعه عشان انبسط بيومي، وعايز اخر وقت اقدر اطلع فيه. لو انا مش ملتزم بطياره ولا سفر ولا كده عايز اخد ليت تشيك اوت. فدي من ضمن في الاحصائيات يعني في اير بي ام بي لقوا تقريبا اعتقد ما بين 82 ل 85% من واو. الريكوستس كلها عن كان I have an early check in او كان I have a late check out. ودي حاجه مهمه جدا. لو قدرت تديها للجست بتاعك انت هتبقى كسبت يعني طبعا لو اول مفيش حجز قبليه ولا في حجز بعديه، وان طبعا تيم النظافه بتاعك بيوصل في الميعاد وبيخلص بدري وعنده طقم سبير للسوفا علشان لو السوفا متبقع يلحق يتصرف. بالظبط. عندك ساعتين لو في نفس اليوم الناس داخله والناس طالعه، فانت عامل زي الاوتيل، فانت لازم بسرعه بقى تشوف هتعمل ايه. فانت لازم تحافظ على الكوميونيكيشن بينك وبين الجست وتريسبوند بطريقه صح وتبعت له الداتا مظبوطه. يعني اللوكيشن مهم. سيلف تشيك ان انستراكشنز او الفيديو اللي بيوصل لحد الوحده، او لو انت هتستقبله تبقى عارف هو هيجي الساعه كام وتكون مستقبله. مفيش مانع تسيب له ميه ساقعه، شوكولاته، شيبسي، وات ايفر سناكس. عايز تعمل كده اوكي، مش عايز تعمل كده مش ممكن مطلوب. توك ده اكسترا مايل ويبقى اسبريسو ماشين وبتسيب له شوتس اسبريسو مثلا ودي حاجه مهمه على فكره، يا برضو من ضمن الاحصائيات. الناس اللي بتشوف المكنه بتاعه القهوه في صور من الصور بتاعه البيت اللي هيحجزه، لو هو يعني راجل كيف قهوه، ده ليتلي بقى يحصل ترند في العالم، استهلاك القهوه زاد. دي حاجه هتبسطه. طب ليه ما تعملهاش؟ النهارده عندنا حتى محليا بقوا يصنعوا الكبسولات بتاعت القهوه، فما بقتش غاليه قوي يعني. كنت بتقولي سالت تشات جي بي تي على الامينيتيز اللي نحطها في البيت. الامينيتيز. بص، الامينيتيز اللي لازم تتحط في بيت، البيزكس الاول نبتدي بيها، اللي هو ايه؟ اي حد مسافر لازم يكون عنده انترنت كونكشن النهارده، فلازم طبعا. توفر له واي فاي. مش هتقدر توفر له واي فاي، جيب له انترنت هوائي بقى 4G 4G. راوتر ايا كان، بس لازم انترنت في الاخر. لازم يبقى فيه انترنت، والانترنت ده لازم يبقى كويس، يعني ده اساسي. حاجه التانية ميه ساقعه وسخنه. يعني أكيد. انا مش هقدر اخش على بيت واستحمى في الحمام الاقي الميه ساقعه بس، وتبقى انت كاتب لي ان الميه هتبقى ساقعه بس. طب افرض انا ما قريتش، حاول ان انت تشوف حلول يبقى فيه ميه خلينا نبقى ساقعه نرجع وسخنة. تاني لحته الديسكريبشن بتاع الليستنج والوصف بتاعها. طبعا. ايه تاني؟ التكييف. احنا في بلد صحراويه حر طبعا، لازم التكييف اساسي. احنا في الشتاء عندنا بطانيات، مفيش مشكله، احنا مش صيانه التكييف وفلاتر التكييف متنظفه علشان مع فتره يعني انتوا مريتوا انتوا شخصيا بتجربه صعبه بسبب ستيك كانت عندكم في الساحل وكانت التكييفات مش متنظفه. انا مراتي تعبت جدا جدا، جالها يعني دور في صدرها، تعبت منه جدا بسبب ايه؟ التكييف ما كانش الفنجس اللي كان في الفلاتر بتاع التكييفات اللي مش المولد. متنظفه بقى المولد. طبعا. فانت لو ما اهتمتش بالصيانه في الاخر هيحصل ايه؟ هيحصل مشكله. فدي من ضمن التوب 3 امينيتيز هم دول حاليا، ان انت توفر اير كونديشننج، توفر واي فاي، توفر ميه ساقعه وسخنه. بعد كده بقى تيجي بقى الحاجات الرفاهيه بقى، اللي هو انت عندك تلفزيون ولا لا، انت عندك بلكونه ولا لا، سايب لي فوط وسايب لي تاولز عامه للاستحمام ولا لا، سايب لي سايب لي نسبريسو ولا سايب لي قهوه بشكل ما، سايب لي ميه شاي. كل الحاجات دي بتيجي سكندري، لكن مش دي الاساسيه. فنركز على الاساسيات الاول، دي لازم تبقى متوفره، ولازم يبقى انت باعت له لوكيشن مظبوط، لازم باعت له الداتا بتاعت الواي فاي دي مظبوطه، هيخش ازاي، هيوصل ازاي، انت حاطط له كل الرولز اللي انت عايزه يمشي عليها. يعني انت مثلا ما تجيش تقول له بعد الساعه 10 ما يبقاش فيه صوت عالي، طب ما انت لازم تكون كاتب الكلام ده
في الوصف بتاع الوحده. طبعا لازم دلوقتي تكتب كمان في وصف الوحده ان انت هتاخد منه صوره من الباسبور بتاعه. ما ينفعش تفاجئه تقول له ايه انا اول ما يوصل مش هتخش غير لما تبعت لي صوره الباسبور. في ناس بالنسبه لها دي حاجه مفاجاه كده، مفاجاه. انت ليه مش حاططها لي لان في ناس كتير بتحجز بره عندهم الدنيا اوتوميتد لمرحله ان الاسم مش طالب منه صوره الباسبور تتسجل زي قوانين بلدنا هنا بالظبط. فانت لازم تاخد الصوره بتاعه الباسبور دي وتقدمها للاسم. فانت علشان تاخد الكلام ده لازم تكون قايل له عليه. دي حته ولازم مهمة اكون جدا. موضح ان الاخوه العرب والمصريين لازم يكونوا متجوزين. مثلا تحط كل الرولز اللي انت شايف انها مش هتأذيك لازم تحطها في الديسكريبشن، ولازم تكون يكومينيكيت الكلام ده مع الجست يا اما عن طريق الديسكريبشن يا اما بينك وبينه. رابع نقطه ودي بعتبرها اعتقد قبل الاخيره اللي هي قبل البرايسنج، ان انت ازاي تحافظ تخلي التيرن اوفر او المينتننس بتاعك مظبوط. التيرن اوفر، الكليننج، النظافه بقى قصه النظافه لوحدها. والصيانه، النظافه والصيانه، كليننج اند مينتننس مظبوط. انت في ساعتين هتنظف البيت تتشقلب بقى. وبعدين ايه، انت كجست عايز تخش تحس ان انت اول واحد جديد، يسكن بيت في البيت جديد ده. بيت جديد. انا اول واحد امسك الحنفيه دي ارفعها، انا اول واحد انام على السرير ده، السرير ده ما حدش نام عليه. ده الاحساس اللي المفروض طبعا الملايات لازم تبقى بيضه عشان تخش غاليه، لان ده انت عارف موضوع الملايات البيضه. قبل بس ما اكمل لك، انا في حد كان مره سالني هو ليه لازم الملايات في الاوتيل تبقى بيضة؟ سؤال مهم صح. انا قعدت افكر فيها كده، اكتشفت يعني حتى لما دورت لقيت ان سبب ان الفنادق والهوسبيتاليتي سيكتور ده كله بيخلي الملايات بيضه والفوط بيضه علشان هم والجست يشوفوا لو هي متوسخه ولا لا. لان لو جبت لك ملايات سودا مش عارف مش هيبان، مش هتبان انها مبقعه، مش هيبان فيها شعرايه، حتى مش هتبان فيها اي حاجه. وكمان الغاليه، الملايات البيضاء تقدر تخش غاليه وتوصل لمراحل تعقيم عاليه. هو صح فعلا مفيش اوتيل في الدنيا الملايات فيه لون تاني غير ابيض، صح؟ ولو لقيت لون تاني غير ابيض تقلق. طبعا. في ايه بقى، انت مخبي ايه عليا؟ بالظبط. فانت لازم لو انت عايز تبقى ريلي بروفيشنال الملايات والفوط لازم تبقى ابيض، مظبوط، لازم تبقى ابيض. ولما تلاقي ان في حاجه مبقعه ارميها او غيرها او اغسلها وحافظ على المستوى ده هوسبيتاليتي. ودي حاجه مهمه جدا، تبقى كل حاجه لونها ابيض. ده بالنسبه للسرير. فخلينا نرجع تاني لموضوع النظافه والمينتننس. النظافه والمينتننس، النظافه والصيانه، مين اللي هينظف وهينظف ازاي وهينظف في خلال قد ايه وقت؟ هل هيبقى عم ابراهيم البواب هو اللي هينظف، ولا هجيب شركة نظافة، ولا أنا هنظف بنفسي؟ وهل أنا عندي وقت للنظافة؟ طب همشي إزاي؟ طب هنظف إيه ولا إيه؟ طب لو لقيت حاجة هصين إيه ولا إيه؟ برضو التكييفات دي المفروض أصينها كل قد إيه؟ قصة التنظيف وقصة النظافة ده بحر كبير، وده في ناس متخصصة فيه. وإحنا نفسنا في الشركة يعني لما جينا لو تفتكر عملنا كم كليننج تشيك ليستس وفيرجنز، كل ما يطلع لنا مشكله نابديت الفيرجن وننزل حاجه جديده عشان نضمن ان احنا بنتحكم في المشكله دي في كل حته. يعني لما يعني الجست اللي قام محرك الكنبه وجابوا ان وراها في تراب وهي ما كانتش تنظيف ورا الكنبه، ده موجود في الليسته بتاعتنا، ضفنا زودنا الفيرجن بتاعت الكلين تشيك ليست ان لازم يتنظف ورا الكنبه، فحمينا نفسنا في كل الليستنجز ان الغلطه دي ما نقعش فيها تاني. بالظبط. فحته ان انت تبقى انت هتبتدي بانهي حاجه الاول لما تخش على بيت اوريدي اتسكن وانت لازم تنظفه وترجعه زيرو كانه لسه متشطب جديد وكانه لسه ما حدش سكن فيه لمده ساعتين، وانت احتمال في الساعتين دول تقابل مشاكل ان في حاجه بايظه، حاجه متكسره، حاجه. كل الكلام ده لازم يخلص في ساعتين، ولازم في نفس الوقت ده تكون بتكومينيكيت مع الراجل اللي جاي لانه عايز يخش الساعه 2 احتمال، فلازم تكومينيكيت معاه هتعمل ايه ولا ايه. فانت لازم، ده عباره عن زي الاوركسترا، انت بتمانج مجموعه موسيقيين مين هيلعب ايه دلوقتي. فتخيل انت بتعمل الكلام ده على شقه واحده. خلينا نمسك انت المفروض تعمل ايه. المفروض مثلا تبتدي بالحمامات والمطابخ، تطلع منهم كل الزباله بقى وتطلع البواقي الاكل وكل الكلام ده، تشوف ايه الحاجات اللي اتكسرت، تبتدي تنظف الاوض وتبتدي تنظف الارضيات والازاز وتشيك ان الريموت بتاع التكييفات شغال والبطاريات كويسه، وتشوف انت عندك كليننج تشيك ليست. ودي ممكن ولو حاجه بايظه زي الثلاجه مثلا الجست اللي فات بوظها او عمل فيها حاجه، انت لازم يكون عندك سبير عشان يروح مكانها. انت شغال في اوتيل وانت الراجل بتاع الهاوس كيبنج وانت الراجل الفرونت ديسك وانت اللي بتعمل كل حاجه. مزبوط. فانت لازم تمانج وقتك وتشوف انت هتنظف ازاي وتشوف انت هترجع البيت زيرو كانه لسه متشطب ازاي. دي حته مهمه جدا. فحته المينتنس وكليننج دي لازم تتضرب بطريقه قويه جدا. اخر حاجه بقى وهي البرايسنج، اللي هو اللعبه الكبيره. البحر هو اللي هينجح اي
منتج هيتباع عامه، ايا كان المنتج ده ايه، سعره ايه بالنسبه للسوق، وهل هو اعلى من السوق. اصل بص، احنا عندنا فكره ايه، القرد في عين امه غزال. انا الشقه بتاعتي احلى شقه في المنطقه، فانا هبيعها ب$100. انا عايز $100 في جيبي. انا عايز 1000 جنيه، انا عايز 20,000 جنيه في جيبي، انا ماليش دعوه، انا هبيع بالسعر ده، حطها. بس وري اللي حواليك بيبيع بكام، ب 200 جنيه وانت بتبيع ب 1000، خليك قاعد بقى. ما هو في سقف للسوق. فالتسعير ده حته مهمه جدا، ودي حته فيري تريكي، ومفيش صح وغلط، هو في طريقه تفكير معينه، واحنا بنقعد بس اكيد في احنا بس بنقعد بس نتجادل انا وانت في موضوع التسعير ده في الشركه طبعا. يا ده، وكل الشركات اللي زينا بس وكل انا بيصعب عليا ناس كتير فرحانه ان هي بايعه ل3 شهور قدام، 3 شهور قدام، وهم كانوا ممكن يبيعوا باسعار اعلى. انا مش قادر اقبل فكره ان الاهرامات اللي بقالها الاف السنين 7000 سنه وبنتأجر بالارقام دي، وحضارات تانية جنبنا طلعت اول امبارح بتتأجر بارقام اعلى بكتير. احنا مع فكرة ان احنا نعلي السعر بحسب حجم الطلب، وما افرحش ان ببيع 3 شهور لقدام، يبقى معنى كده ان انا بحرق نفسي. دي فكرة مهمة جدا، ولازم الماركت كله في مصر يفكر فيها. في حد من الملاك هناك من اصدقائي يعني بيدير بيته الشخصي وهو عايش في الجونة، وعارف امتى يعلي السعر وامتى يوطي السعر. بيته بول اند سي فيو بترس، يعني دي 1 بدروم ودي 1 بدروم، دي خلفي مش شايفه لا بول ولا بحر وازاز مفيش ترس، ودي شايفه البول وراه البحر وترس، وفيها يعني البلكونه جميله جدا والفيو بتاعها تحفه، والانتيرير بتاعه فوق الممتاز برضو. كل العوامل الباقيه تقريبا سيم، والتصوير كويس جدا، وعارف امتى يعلي السعر ويوطي السعر. المالك وصل لفلوس في الوحدة الخلفي أعلى من الفلوس اللي وصل لها صاحب البيت الوحدة البول اند سي فيو اللي بيديره بنفسه كاملة من غير أي شركة محترفة بتدير له البيت. أقول لك لسببين. دلوقتي تعالى ناخد المثل ده بوضوح. في حد سعر اليوم ده، اليوم الفلاني اللي في المستقبل، يعني احنا مثلا لو النهاردة مثلا 1/6 ويوم 6/6 أنا مسعره $80 لأسباب كتيرة، وهو سعر اليوم ب85. أنا بناء على الذكاء الاصطناعي اللي بيذاكر السوق شايف إن آخر اليوم ده 80، وأكتر من كده اليوم هاخده فاضي مش هيتأجر عندي. فدي أول حاجة، ممكن بفرق فلوس بسيطة تتفاجئ ان انت للاسف لبست اليوم ده فاضي وما تأجرش. فهو مش بس خسر، يعني هو مش بس خسر فرق الخمسة اللي كان مزودها، لا ده هو خسر $80 اللي انا جبتهم كاملين. فدي اول حاجة بتقلل الدخل لما بتلبس ايام فاضية بسبب ان انت سعرتها زيادة عن اللي تستوعبه عملية العرض والطلب اللي تخص اليوم ده. تاني حاجة، لو هو في يوم سعر مثلا $90 وده سعر عالي تمام، وهو فرحان انه بالسعر ده واتحجز، واحنا شفنا ان عملية الطلب اكتر بكتير من كده والمعروض اقل، والذكاء الاصطناعي خد باله معانا في الحتة دي وقام مسعر ب110، ففي الحالة دي هو خسر فرق $20. فهنا خسر $80 كاملين اليوم فاضي، وهنا خسر $20. فمن نوعين الخسارتين دول كان النتيجة ان توتال الريفينيو بتاعه اللي هو بتاعه لوحده اقل من الريفينيو اللي احنا وصلنا المالك ليه. قال لي انا مش مصدقك، الكلام ده مش حقيقي. قلت له طب تصدق دي فرصة كويسة، لان وانا معاك على التليفون في نفس المكالمة دي، هو احنا اصدقاء يعني في حتة تنافس ايجابي بنزق بعض لقدام يعني. حظي حلو قوي ان وانا معاك في المكالمة دي ان الشقة اللي احنا بنتكلم عليها او الوان بدروم الخلفي اللي بنتكلم عليها دي كانت عاملة الفلوس دي من توتال 5 حجوزات في الشهر، هم اللي مالوا الشهر 5 حجوزات بس، والخمسة من اير بي ان بي مفهومش حاجه دايركت بوكينج ممكن اكون بضحك عليك فيها في سعرها. وانا معاك في المكالمه ادي 5 سكرين شوتس، تك 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 5 سكرين شوتس، وبعتهم له قلت له اعمل انت الحسبه وشوف، اجمع واطرح وشوف الفلوس، هتلاقي ان حصه المالك اللي احنا اديناها له كانت اعلى من الفلوس بتاعتك لوحدك اللي انت بتدير بيها بيتك اللي هو بترس وبول اند سي فيو. وكانت نقطه قوية جدا وأثبتت الطريقة اللي الشركة بتاعتنا بتدير فيها باحترافية، وليه احنا قادرين نوصل البيوت لأرقام أعلى بكتير من ان انت تدير بيتك بنفسك. حلو، يعني أفهم من كده دور الشركات عامة
عالميا يعني، مش بس ان هو ينظف ويصين وانه يظبط ويكوي الملايات ويغسل الفوط والكلام، اكيد مش هو ده بس. يعني في جزء مهم جدا ويمكن ناس كتير ما تعرفش عنه، ان هو وده الجزء الكور، ان هو الشركات بتبقى مركزة جدا على موضوع التسعير، والمفروض انها تكون مركزة على موضوع التسعير كويس، لانه انت لما بتدي بيتك لحد خبير بتقول له شوف ايه اللي المفروض يتعمل واعمله. فجزء من الشغل ده لازم يبقى التسعير، لان ده اهم حاجة، ده اللي هيجيب لك اكشلي هي العائد. حسبة معقدة جدا. أنا النهاردة بسعر الثلاث شهور اللي قدام أو 365 يوم، كل يوم النهاردة كل يوم حالته مختلفة. يعني مم. بكرة في نسبة طلب قد إيه واللي معروض فاضل فيه قد إيه، طبعا. واليوم اللي بعده نفس الكلام، واليوم اللي بعده. فأنا النهاردة عندي 365 حالة لازم تدرس عشان أعرف في ال 365 يوم بس طبعا يعني إحنا معظم الوقت بنشتغل 3 شهور قدام بس، فأنت عندك ال 90 يوم دول مهمين جدا. النهارده لازم كل يوم تكون عارف معروض قد ايه، معروض قد ايه، واللي فاضل في الماركت قد ايه معروض، وعمليه الطلب قد ايه عشان تعرف تحطه تداريه الماكسيمم بوسيبل ريت اللي يتأجر بيه. يعني صح يعني ما انت ممكن حط $500، مين هيأجر من عندك ب صح $500؟ صح. انت بسعر فوق لوحدك وهتلبس الايام دي فاضيه. وممكن السعر اللي انت حاطه ده اللي انت فرحان ان جالك بيه حجز ما يبقاش الماكسيمم الحقيقي، ممكن يكون الماكسيمم الحقيقي بعد دراسه العرض والطلب عن اليوم ده يكون اعلى من الرقم ده. فهي حته معقده جدا وحته مهمه. وطبعا ما نفرحش ان احنا بايعين ل3 شهور قدام، احنا كده بنحرق نفسنا، اوفر سيلينج، بيبقى في عمليه وير اند تير رهيبه للعفش. في ناس زي ما بقولك، في ناس بتنبسط انه اقفل ال 30 يوم كلهم محجوزين، هو ده بالنسبه له عمل، يعني ده عامل النجاح. طيب بما اننا بنتكلم على العرض والطلب والمعروض والكلام ده كله، كنت ببص كده اعرف عدد الشقق اللي معروضه دلوقتي في القاهره، يعني ما خدتش حتى مصر، يعني انا خدت عموما يعني في شويه زادوا شويه جدا. شويه. الماركت بيتطور ده بشكل حقيقي. عظيم. يعني في القاهره لوحدها في فوق ال 10,000 بيت معروض واو. للإيجار. طبعا لما هتيجي تقارن الأرقام دي بأي يعني مدينة تانية بره بره، مصر. هتلاقيها أرقام متواضعة، بس فكرة بس إنه بالنسبه للقاهره زمان ما كانش فيه الارقام دي ده خالص. حقيقي. يعني الماركت بيتطور. بالظبط. حاجة كمان، متوسطات الإشغال ما هياش كبيرة. ده معناه إيه متوسطات الإشغال اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ يعني مثلا بصيت كده على شوية داتا بتقول إن متوسط السعر متوسط الأوكيوبنسي أو الإشغال في القاهرة في ال10,000 دول 40%، لا يتعدى ال 40%. ده معناها إيه؟ ده معناها إن في ناس كتير عارضة حاجتها بشكل غلط غالبا. مش معناها إن الناس قليلة اللي جاية، ده ممكن يكون هو انا معناها إن بس انا هو عندي تفسير صغير لده، لان انا اي ديك ديب في الماركت وشفت كويس قوي. في حاجتين في الماركت: ناس عارضه غلط والاشغال بتاعهم تحت ال 40 بكتير، وناس عارضه صح قوي ومسعره غلط فنسبه الاشغال عندهم 100. صح. فالميكس ما بين الاثنين هو اللي جايب رقم ال 40. مع ان اللي عارض صح قوي لو ظبط اسعاره ونزل نسبه الاشغال هيعمل فلوس اكتر وهيقلل وير اند تير. واللي نسبه الاشغال عنده تقريبا 0 او 10% ده لو ظبط الليستنج بتاعته هيقدر يوصل لاسعار كويسه ونسبه اشغال كويسه. يعني انت كنت دايما بتقول 70%، انا ليه افرح بال 70%؟ ليه ما اوصلش ل 100%؟ بص، هو ال 70% دي انا يعني فهمتها واتعلمتها وقت ما كنت في اير بي ام بي، ان هم الشركات الضخمه اللي عندها مثلا بال 2000 و 3000 يونت بقى، اللي هو بتبقى عباره عن شركه ضخمه جدا بتدير وحدات وعلى مستوى يعني كومبليكيتد جدا، كانوا بيقولوا انه في الهوسبيتاليتي عموما انت ما تفرحش ان انت تأجر او يبقى نسبة اشغالك 100%. زي ما انا ليه؟ كنت كده زمان قبل ما تشارك، انا لان فاكر انت صح. لما هتوصل لل70% وتقول انت لو عملتها بالتدريج، تخيل كده معايا، انت نسبة اشغالك دلوقتي 10%، انت بعت مثلا يومين 3 من الشهر، يا نهار ابيض، خساره. فانت اسعارك هتبقى ضعيفة شوية شوية كل ما نسبة اسعاري عاليه، الاشغال. اسعاري عاليه. لا انا قصدي انت النهارده جالك حجز يومين، هتعمل ايه في بقيه الايام؟ المفروض بقيه الايام بتاعتك تدريجيا تفضل تزيد اسعارها، كل ما يجي لك حجز بقيه الايام تفضل تزيد، أيوة. الايام المعروضه الباقيه بقى تقعد تزيد لغايه ما توصل ل 70%. طب بعد 70% تعمل ايه؟ تخيل معايا، انت عندك 30 يوم في الشهر اهم، انا عندي 20 يوم اتحجزوا، فاضل لي 10 ايام اللي هم، او 21 يوم اتحجزوا بالظبط اللي هم 70%، فاضل لي 9 ايام باقيين. 9 ايام دول فاضيين، لو انت حطيت جوه دماغك ان ال 21 يوم دول هم اللي انا عايزهم، انا مش عايز التسعه،
هتلاقي ان انت هتسعر ال9 دول اغلى. لو جالك حاجه، تخيل ان انت مثلا عارض بيتك ب 5000 جنيه وحجزتهم في ال 21 يوم اللي فاتوا ب 5000 جنيه، كل ليله ب 5000. ال9 يوم الباقيين دول لو كل ليله منهم بقت ب 7000 ونص او 10000 والله وحصل واتحجزت، اتحجز نصهم حتى، اتحجز نصهم حتى، ايه اللي حصل؟ انت زودت، انت خليت الليله بليلتين في الريفينيو، ليله ونص مظبوط. فانت ده بيسموه بريميوم. يعني انا ببيع ال 30% الباقيه بتاعتي بريميوم. لو نصهم اتباعوا بمره ونص احسن ما يتباعوا كلهم بنفس السعر، لان انا اديت نفس للبيت حتى اخش اصينه، يبقى بالظبط. عندي وقت اصينه وجبت نفس الفلوس. بالظبط. فمش دايما ان انا بايع ال100% دي احسن حاجه، يعني ان انا تارجت ال70% اكيد هيبقى فيها تسعير مظبوط، وان انا اتارجت ان انا ابقى بايع لشهر. فكرتني برضو بقصه برضه انا شفتها في الماركت في وسط البلد في ميدان التحرير. حد باين ان هو متعلم كويس جدا منزل يونت مميزه قوي 2 بيدروم، مفروشه فرش حلو جدا ومتصوره صور حلوه قوي، ومفيش مره الاقي لشهرين قدام في مساحه، دايما بايع لشهرين قدام. وبتكلم في حد باين ان هو ويل اديوكيتد، فصعبان عليا، ببقى عايز اوصل له واقول له انت ممكن تبيع باكتر من كده وتعمل فلوس اكتر وتعمل فلوس اكتر، ومن غير ما تبهدل العفش وما تديش نفس للبيت يريح، او تيم الصيانه يلحق يخش ينظف ويصين. في حاجات كتير مش هيلحقوا يعملوها في الساعتين اللي ما بين التشيك ان والتشيك اوت، صح. وهيأند اب بفلوس اكتر. هو بيبقى فيه خوف كده، في اطمئنان لما بتبيع لقدام، يعني بيبقى فيه نوع من انواع الارتياح. وفي كمان حته مهمه قوي ان حتى الفنادق بتعمل كده، يعني بلاش شركات الطيران. شركات الطيران دول ملوك الريفينيو مانجمنت طبعا. شركة طيران بيبقى عارفة ان في 5 رحلات النهاردة رايحة الأقصر، في 5 شركات عارضة من هنا لغاية مطار دبي مزبوط. رحلات النهاردة مظبوط. ال5 دول عندهم 5000 كرسي، من ال 5000 كرسي في 3000 اتباعوا. هيعملوا ايه بقى في ال2000 الباقيين؟ لو انا شركة طيران عندي عارف ان الكومبيتيتور بتاعي باع خلاص ال3000 كرسي بتوعه، وانا فاضل لي معايا لسه السكر خلص في السوق. بالظبط. السكر خلص، هعمل ايه؟ كنا قلناها في الحلقة اللي فاتت، هنرفع السعر طبعا. ترفع السعر، فبالتالي هتبقى قاعد انت في اللاست مينت بوكينج بتاعتك او لاست مينت ريزرفيشن في شركه طيران دي، هتبقى سعر التذكره ممكن يطلع غالي، او ممكن يطلع العكس، ان ده الطلب قل مره واحده، فانا لازم انزل سعري تحت السوق علشان اقدر ابيع. ده ما حدش باع والايام بتقرب، يبقى انا لازم انزل في السعر شويه. وفي حته مهمه بقى دي بتدرس في الماركتنج كتير قوي، اسمها البوكينج ليد تايم، او هو امتى العميل بيشتري قبل ميعاد دخوله بقد ايه. بالظبط. البوكينج ليد تايم يعني العميل بيحجز قبل ميعاد دخوله بكام يوم بالظبط. انا هشتري المنتج ده قبلها بقد ايه. يعني منطقه الاهرامات مثلا ما هياش لاست مينت، ما حدش بيحجز تاني يوم دخول، لان ده اصلا بيبقى مرتب سفريه من بره مصر قبلها، فبتلاقيها مثلا من اسبوع ل9 ايام. بالظبط. منطقه الجونه معظم الناس بتسافر لاست مينت وبتعمل حجز. احنا عندنا معظم الحجوزات اللي بتجيلنا في ليله وليلتين، في الشركه بوكينج ليد تايم ليله وليلتين. مظبوط. بالظبط، قبلها بيوم يومين، وهو ممكن ساعات في الطريق رايح جونه على البوابه ياما ناس بتحجز. بالظبط. في منطقه جنب المطار فور اكزامبل، ممكن ينزل من الطياره عنده ساعتين ترانزيت او عنده يوم ترانزيت، يوم حاجز على طول. دي معناها البوكينج ليد تايم، انا هحجز امتى، فهحجز امتى ده هو اللي بيحدد انا هسعر المنتج بتاعي امتى. سعري مظبوط على الوقت اللي هيجي لي فيه الحجز. يعني انا لو منطقه الهرم انا عارف ان بيجي لي الحجز قبلها باسبوع ل9 ايام، يبقى لازم سعري كمان اسبوع ل9 ايام مظبوط، مقارنه بايه اللي حاصل في السوق من عمليه عرض وطلب، عشان ابوزيشن ماي سيلف في اعلى سعر ممكن يتحول لحجز، ما يبقاش اعلى سعر خزعبلي $500 وكده. لسه احنا بالزبط. مش فرنسا ولا تور ايفل. فانا محتاج الماركت كله يحصل له ديفلوبمنت ويطلع جوده عاليه، والجوده العاليه دي سعرها بسعر مظبوط، فعشان نبقى كلنا بنبيع في حته عاليه. لان انا حزين جدا يبقى عندنا حضاره بقالها 7000 سنه ومش عارفين نوصل حتى ل20% من السعر بتاع الليالي بتاعه الحضاره، اللي زي مثلا فرنسا على تور ايفل، تبقى داخل شقه بالعافيه، داخل بشنطتك وشافط بطنك وضيقه جدا وبصعوبه، والنايت ريت كام عشان بس لمحه تور ايفل فروم سايد؟ 500 يورو. احنا في منطقه الهرم مش كل الناس بتوصل لل$100 حتى. يعني طب تفتكر ليه؟ عشان الناس مش عارفه ان هي ممكن تعلى بالرقم، ولا علشان المعروض كتير او اسباب مختلفه؟ لا، مش قصه المعروض كتير. الطلب عالي، والمشكله الاساسيه في حتتين. اولا ان الناس مش مجهزه البيت صح، لسه في ناس حاطه ملايات الوان، فمش قادر يوصل للتراست بتاع الجاست. يعني عمل الجاكوزي بالفيو على الهرم وممتاز، حاطط فوطه خضراء
طب ما هو ده بيخوف الجست. فان هم فرشين غلط. انا كنت دايما بقول لكل جراني بليز كوبي مي، انا عايزك تعمل جاكوزي على الفيو، انا عايزك ما تعملش الوميتال باللي هو ليه فواصل ويجرح الفيو، هات الالوميتال الازاز الساده اللي ممكن يكون اغلى شويه لان ده هيوصلك لفلوس اكتر. طبعا مفيش تراست خالص، ودايما فاكرين ان انا بتلاعب في حاجه. طب يا باشا ادي الباب مفتوح وخش كوبي بجد اللي انا بعمله، اكيد انا مفيش فخ عامله لك في هنا. ابتدوا يتحركوا، ابتدى يبقى فيه وحدات كتيره في منطقه الهرم بالسيت اب ده. بس للاسف الارقام اللي انت بتقولها 150 دي مش قادرين نوصل لها تاني، مش قادرين نوصل لها لان كتروا واللي كتروا مش قادرين يفهموا تسعير، وفرحانين ان هم دايما بايعين لشهرين وثلاثه قدام بارقام 30 و40 دولار ما تتسواش بالفيو اللي انت بتبيعه ده. صح. انت تقدر تعلى اكتر من كده. ليه فرحان انك بايع لشهرين ثلاثه؟ انت ممكن تقفل الشهر بال100%، بس ما تبقاش داخل عليه قفله 100% هو واللي بعده واللي بعده. صح. انت اكيد سعرك اقل. فانا مستني ان الماركت يتعلم حته التسعير وما يفرحش ان هو بايع لشهرين ثلاثه قدام، لان غير حته الانتيريور والملايات والفوط والريفيو والديسكريبشن والحاجات اللي اتكلمنا دي فيها كلها، التسعير عليه عامل كبير جدا. لان اكيد حضاره 7000 سنه الفيو بتاعها يسوى فلوس اكتر بكتير من حضاره طلعت اول امبارح برضو. وفي ناس كتير شاطره جدا في السياحه وفي الاستضافه وفي لا الماركت اتطور، في ناس مقدمه كواليتي كتير حلو. انا ما اقدرش اقول ان ده مش بجنرالايز، لا في ناس مقدمه كواليتي حلو بملايات بيضه بفوط، وفي ناس شغاله كويس، وفي ناس كمان بتسعر كويس. بس اللي بيسعروا صح اقليه، ولما يكون الاقليه بتسعر صح مش هتتحكم في متوسط سعر السوق. لازم الأغلبية أو نسبة تتعدى 50% تبقى ناس بتسعر صح، علشان سعر السوق نتحكم فيه يكون يتوازى بنص سعر حضارة أول امبارح. مش لازم، بالرغم ان احنا معانا حضارة بقالها 7000 سنة، مش لازم نوصل لسعر أعلى، مع ان ده logically speaking انت عندك فيو على حدث أثري ما تكررش تاني في العالم، أكيد السعر عليه يوصل لسعر أعلى. يا ريت نوصل لنص سعر الحضارة اللي طلع سنة 1800 وشوية، ودي حاجة تفرحني ان احنا نتطور للمرحلة دي يعني. هو برضو حتة ان احنا ان يبقى في مصر عندنا حاجة تعلم الناس ازاي تدير البيت بشكل صح، وازاي يبقى يتعلم يعني ايه اسعر بيتي. والجست ده مش شنطة فلوس، الجست ده محتاج معاملة محترمة بالزبط. ومحتاج تديله مساحته، ومحتاج هو ليتلي بصراحة منطقة نزلة السمان، بالرغم ان يعني فيها عمارة من تحت مش احسن حاجة وكده، المجتمع فاهم يعني ايه ريفيو دلوقتي كويس جدا، وفاهم يعني ايه جست ساتسفاكشن، وفاهم يعني ايه ان الجست ده لازم يحس بامان ويبقى مبسوط. الوضع اختلف، الناس ابتدت تفهم ده، والوضع بيتحسن جدا. ينقصهم بس حته التسعير دي لما هنوصل لها انا متاكد الماركت هيتطور بشكل احسن بكتير. هي عوامل كلها، هو التسعير ده خد بالك السعر القليل ده ساعات بيخض الجست. ايه $30؟ لا المنطقه دي كلها خطر، انا مش لا انا في حاجه غلط. صح. واحد بينزل عند تور ايفل ب500 €، هينزل عندك ب$30، انت سسبيشس قوي، انت مرعب بالنسبه له. صح. ويا سلام بقى لو حطيت له فوطه خضراء في النص، لا هو خلاص مش جاي. حطيت له فوطه خضراء والملايه عليها ورد بالظبط ويبقى كده. وكنا بنخش برضو بيوت بلاقي الاضاءات والالوان في السقف بقى، اللي عارف الاحمر والازرق. ومره سالت، انا فاكر كنت قابلت حد من الملاك، كان في اول شغلنا يعني، فكان قول لي ايه رايك في البيت ده، ومن باب يعني ان احنا بس نساعده ان هو ينجح. فلقيت ان هو حاطط اضاءه اندايركت في السقف، بتدي الوان اخضر واحمر وازرق وابيض واصفر، يعني كل الالوان تقريبا. فبقول له جميل قوي اللي انت عامله ده، بس عايزك تفهمني انت ليه عملت كده. فقال لي علشان الجست الاجنبي بيحب يقعد في الوان. قلت له انت جبت المعلومه دي منين؟ فقال لي انا عارف ان الجست من فسق الصوت والضوء تقريبا يعني.
هي الفكره في الاديوكيشن، هو بيحط اللي هو شايفه صح من وجهة نظره، صح، ما درسش دماغ الجاست اللي جاي له الاجنبي ده عايز ايه. بيحب فده إيه؟ للاسف برضو يعني ضيع عليه ارباح كتيره جدا، لان هو مش شرط الجاست يبقى عايز اللي انت في دماغك هيبقى هو عايزه. انت بالظبط. محتاج تشوف هو فعلا محتاج ايه. هو بيبقى قاعد متخيل ان المود الازرق ده هو الجست بعد الظهر هيقعد في المود الازرق ده هينبسط اخر انبساط، وده ممكن ما يكونش الحقيقي ولا فالستاندرد اللي بيتحط او بس الدنيا اتطورت خالص، الناس بقت طبعا فاهمه دلوقتي، والوضع اتطور تماما. الدنيا اختلفت دلوقتي، بس ده كان من كذا سنة. بس انا مم. قصدي الدنيا دلوقتي اختلفت بس مهم جدا ان احنا نفضل دايما بنتعلم ايه اللي الناس اللي جاية دي مصر عايزاه، وطريقة استضافتنا ليهم وان هم فعلا مش شنط فلوس. يعني ايه تاني المفروض بجانب التسعير؟ يعني عملت تسعير وعملت كل الكلام ده، ايه تاني من تكنولوجيا مثلا انا محتاجها او سوفت؟ يعني هل انا النهارده كفرد اقدر احط بيتي على اير بي ام بي واقدر كمان احطه على بوكينج دوت كوم، ولا لازم اروح لشركه ما تقدر هي اللي تسوق لي ده؟ مثلا لو انا حطيت هنا وهنا، طب ولو هجي حجز هنا في نفس الايام ايه اللي هيحصل؟ هل بيبقى في سيستمز معينه بتعمل الكلام ده، ولا انا ممكن اعمله لوحدي؟ وهل انا لازم اعمله عن طريق شركه، ولا انا ممكن اعمله لوحدي ان انا احط البيت هنا واحط البيت هنا وفي نربط طريقه ما؟ النتيجة ببعض. بالظبط. بس هي المشكلة بتاعت ربطة النتيجة ببعض ان السينكرونايزيشن تايم بتاعها مش بالسرعة المظبوطة، ووارد يبقى فيه دبل بوكينجز، يعني يجي لك حجز من اير بي ام بي وحجز من بوكينج دوت كوم في نفس الايام. طبعا ان انت لو شغال مع شركة شغالة ببروبر تشانل مانجمنت سيستم، بيبقى فيه سيمليس تايم ان هو لما يجي بوكينج من بوكينج دوت كوم بسرعة يقفل في اير بي ام بي، او لو جه من اير بي ام بي في ساعتها يقفل في بوكينج دوت كوم. ده هيفرق معاك جدا طبعا. والشركات بيبقى عندها تولز اكتر وتكنولوجي اكتر من كده بكتير، زي ما كنا بنتكلم في التسعير. الذكاء الاصطناعي اللي بيتبرمج في الحتة دي مش شخص واحد لوحده هيعرف يعمل القصة دي معقدة. انت خدت بالك احنا اخدت مننا وقت قد ايه علشان نوصل للمرحلة دي ونبقى بنبيع بأعلى الارقام، في سواء في الجونة ولا في الهرم ولا في وسط البلد ولا في شيراتون ولا في التجمع. يعني it took us so long. يعني احنا قعدنا ندرسها وقت طويل جدا، مش حاجة تخلص في يوم وليلة. بس انا شايف ان الشركات تقدر تساعدك انك توصل لارقام اعلى بمجهود اقل، لما خصوصا تختار شركة تكون محترفة في المجال ده. لما انت بتقول شركة محترفة، طب انا النهاردة هقيم الشركة المحترفة دي بيزد على ايه؟ ده سؤال جامد قوي ده يعني انا ما هي تواجدها على اير بي ان بي وعلى بوكينج دوت كوم من حيث عدد الوحدات على التو بلاتفورمز دول، وكل الوحدات اللي نازلين عليهم ريفيوهات قد ايه، والوحدات دي ظاهره بشكل عامل ازاي. وبالذات لما تيجي تفتح اير بي ان بي، طبعا تفتح اير بي ان بي لو سفاري برايفت مود، او تفتح اير بي ان بي من كروم انكوجنيتو مود، بحيث ان انت ما يبقاش شايف الاي بي ادرس بتاعك وتعمل سيرش ويعني مفيش اي معلومات يعرفها عنك. فانت لما تيجي تحط مثلا منطقه الجونه على اير بي ام بي بالطريقه دي، شركات مين بتطلع لك في الاول؟ تيجي تحط منطقه الهرم، شركات مين بتطلع لك في الاول؟ اللي هيطلع في الاول هو اكيد بيتعامل مع الجوريزم اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم بطريقه ذكيه كفايه ان يوصل الوحده لحجوزات اكتر. لان بصراحه الالجوريزم بتاع اير بي ام بي معقد جدا. يعني لما بيلاقي شقه بيحصل عليها فيوز وسعرها عالي وما بيتحولش الحجز، بيقوم راميها في اخر الليسته. فلما الوحده تكون متسعره بارقام عاليه بتتحجز، بيطلعها فوق في الليسته. فده برضو فاكتور يقيس قوه الشركه على الشانلز الاهم، هي وحدتها بتطلع في انهي صفحه لما بعمل سيرش من غير ما يبقى فيه اي بي تراكنج، اللي هو انكوجنيتو مود او برايفت مود لو سفاري. اوكي فيبقى لازم الشركه مبدئيا تكون بتشتغل على التو بلاتفورمز دول، اهم بلاتفورمز، ومفيش مانع ان هي تكون بتشتغل على ويب سايتس تانية كمان. حلو، زياده الخير خيرين، ان تبقى شغاله على ويب سايتس تانية، زياده الخير خيرين. ولكن ده خير زياده وليس الاصل اللي هو اقوى حجوزات في العالم. ده مش كلامنا احنا، يعني الناس تدور تشوف لو لقوا تشانل تانية اقوى من اير بي ام بي او بوكينج دوت كوم يروحوا لها، بس مفيش اقوى منهم. في معلومه بتقول ان كل دقيقه في 200 حجز بيحصلوا على اير بي ام بي كل دقيقه، فده رقم ضخم طبعا. تايكونز يعني حاجه ضخمه في الاندستري دي. ده حقيقي. طيب نتنقل على قصه ليها دعوه بالاوتوميشن شويه. النهارده انا اتعاملت مع الشركه دي، والشركه دي عجباني وحاسس انها بتسعر مظبوط وكل الكلام ده.
ايه تاني اخد بالي منه؟ يعني الموضوع ده very huge وممكن نبدأ بأن أول حاجة لازم عقدك مع الشركة دي يكون قابل للإلغاء من طرفك في أي وقت. ما بيبقوش لأن لو شركة ناجحة مش هتخاف إنك تلغي معاها، لو شركة مش ناجحة هتحاول تستحوذ على بيتك فترة وتقول لك في شروط جزائية لو بقى تلغي معانا. فحتة العقد ايزيلي بريكبل في أي وقت دي حاجة مهمة جدا. إن هي تكون شغالة بسيستم شفاف انكريبتد مقفول اند تو اند، ان لاصحاب الشركه ولا الموظفين يعرفوا يسرقوا جنيه من دخلك، دي هتفرق معاك جامد جدا. ويكون بيدي لايف نوتيفيكيشن بالحجز اللي جالك بفلوسه. يعني ايه؟ يعني لازم تجرب تحجز بيتك من على المنصات اللي منزلين لك عليها بيتك. انا كمالك كمالك تحجز بيتك كجست احجز في وقت بيتي عشوائي مره 11 بالليل 3 الصبح، وشوف. وتشوف النوتيفيكيشن اللي هتجيلك منهم في ساعتها بنفس الفلوس ولا ما جاتش نوتيفيكيشن في ساعتها وماشيينها معاك باكسل شيت. خلاص انت مش هتقدر تعرف بيتك بيتأجر بكام. اكتر حاجه تأمن لك ان بيتك تكون عارف هو بيتأجر بكام ان يكون بيجيلك لايف نوتيفيكيشنز في اي وقت بيحصل فيه حجز. لان لو ماشيين معاك باكسل شيت هيقول لك والله اجر لك البيت ب 5000 جنيه وانت هتفرح ان ال 5000 جنيه جت في الليله، وهو اصلا مأجره ب 10 وضارب 5 في جيبه زي السماسرة. فانت مش كل السماسرة مش عايزين نعمم، في سماسرة فعلا يعني ماشيه باكسل شيتس وبتدي سكرين شوتس من الحجوزات بتاعت اير بي ان بي عشان تثبت لمالك ان الحجز بياناته ايه، ولو حجز دايركت بتدي له رقم تليفون الجست عشان يقدر يشيك وراه يعني. بس طبعا نسبه كبيره من السماسرة ما بتحبش تعرض الارقام دي علشان تقدر يبقى عندها مساحه سرقه من دخل جاي لك كبيره. فان انت يبقى معاك سيستم انكريبتد ومقفول من ناحيتين وفي ساعتها بيجي لك نوتيفيكيشن، ده يعني حاجه مهمه جدا جدا، وهي اللي هتضمن لك. ولازم تريتست، لازم تجرب تحجز بيتك من اير بي ام بي او بوكينج دوت كوم في وقت عشوائي وتشوف جالك النوتيفيكيشن فعلا بالفلوس اللي انت حجزت بيها والدنيا واضحه ومفيش حاجه ممكن تقع ولا لا. والشركات شغاله بسيستمز معروفه وسيستمز عالميه، سواء سيستمز فرنساوي او امريكي. في سيستمز قويه معروفه يعني في الحته جداً. دي. القصه التكنولوجي دي يعني واسعه جدا وفيها لعيبه كتير. اخر حاجتين طبعا ريفيوهاتهم والجست بيقول ايه فيهم والكلام ده كله كشركه، واليلد الفلوس اللي جابوها في الاخر كام. يعني في شركات بتاخد 20%، في شركات بتاخد 30%، 10%، وفي شركات بتاخد 50%. مش مهم النسبه كام، المهم انت بيجيلك فلوس كام. يعني مش اهم حاجه انك العائد على اللي يعني الناس ده. بتشغل دماغها دايما انا عايز شركه تكون بتشتغل ب5 أو 10% بس عشان اخد اكبر عائد. طب ما ممكن تبقى شركه بتاخد 5 أو 10 من رقم اصلا ضعيف، فانت في الاخر بتندب مع بيلد اقل او بفلوس اقل بكتير. وفي شركه تانية ممكن تكون بتاخد 50% او حاجه زي كده بس بتسيب لك الفلوس اللي جايه لك رقم كبير، لان هي الرقم اللي بتبيع بيه طول الشهر رقم ضخم. فمش اهم حاجه النسبه على قد ما اهم حاجه الشركه بتوصلك ليلد كام. صح. واقوى سؤال تساله لهم مش هتوصلوني على ليلد كام في المستقبل، انتوا في الشقه المماثله لشقتي او اللي جنب شقتي دي اللي انتوا بتديروها لو شركه كبيره وعندها شقق في حتت مختلفه، يعني جبتوا دخل كام للمالك، وصلتوا المالك لدخل كام. لان اللي في ايديهم ويقدروا يتكلموا عليه بوضوح الارقام اللي حصلت في الماضي ويقدروا يثبتوها في الماضي، لكن الارقام اللي في المستقبل افرض جت كورونا تاني، ده اللي بيدي المصداقيه لان ده الحقيقه. ناخد الاول حاجه بنتعرف على حضرتك وناخد الاحداثيات بتاعه المكان وتفاصيل المكان ونذاكره. جوجل مابس بين لوكيشن يعني عشان نشوف المكان ينفع. لازم اذاكره ليه؟ اولا لازم اذاكره من اول بعد في الموضوع، ان انا اعرف هل في حد زيك او عنده شقه في الحته دي وشغال ولا لا. طيب ولما هو شغال اخباره ايه؟ الشخص اللي شغال في المنطقه دي هل جات له ناس؟ هل اتحجز؟ طب نسبه حجوزاته عامله ازاي؟ طيب متوسط الاشغال ايه؟ طب متوسط الاسعار ايه؟ طيب الريفيوهات بتاعت الشخص اللي هو شغال جنبك ده كويسه ولا لا؟ طب الناس بتشتكي من ايه؟ ممكن يكون مثلا انت في منطقه فيها تراب زياده يعني، اوكي، فانت على طول في مشاكل تراب. ممكن يكون منطقه دي بتقطع فيها الكهرباء طول الوقت، فهتبقى مشكله. طب ممكن يكون المنطقه دي بتقطع فيها الميه طول الوقت. فانا لازم ندرس الحاجات دي الاول. بندرسها في خلال قد ايه؟ ما بتاخدش مننا مثلا اقل من اسبوع، وبنبقى عارفين اذا احنا هنقدر نشتغل في المكان ده ولا لا. احنا لما بنيجي بنفكر احنا هنقدر نخدم المكان ده ازاي، يعني الاوبريشنز بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي، هننظف ازاي، هنعمل كل الكلام ده ازاي. فاول مرحله احنا بنجاوبك على سؤال ينفع. طيب انت تاني سؤال هتساله لي هتجيب لي كام؟
ده اهم حاجه في الموضوع. انا عايز انا هدي لك الشقه وخلاص موافق، وانت جيت قلت لي هنفرشها، فقلت لك اوكي حاضر هنفرشها، هتجيب لي كام؟ ده سؤال مهم جدا. انا ممكن اقول لك ارقام فلكيه ابيع لك في المستقبل، بحر طحينه بقى. واعمل لك بحر طحينه زي ما عملنا، زي ما قصدي قلنا قبل كده. او ممكن اقول لك ارقام واقعيه، والارقام الواقعيه بتقول ان مثلا لا، الدخل قليل. لو انت رحت لحد تاني ممكن يقول لك لا الدخل هيبقى اعلى. ممكن تروح لحد تاني يبقى واقعي برضه يقول لك لا الدخل هيبقى كذا. ف الدخل او الريفينيو اللي هيجي من الشقه ده دي statistics وارقام اوريدي فعليه. انا ما بقولكش حاجات في المستقبل لان انا ما اعرفش المستقبل فيه ايه. يعني انت بتكلم وتاني حاجه كمان الديماند نفسه هو مش عامل زي المايه الراكده. الديماند ده او الطلب بيبقى عالي وواطي في سيزونز. في اوقات تلاقي شهور عاليه جدا زي مثلا ديسمبر، من الشهور القويه جدا عموما. ليه؟ ده عالميا. ديسمبر الناس بتسافر كتير، في راس السنه، في الكريسماس، في مش عارف ايه، في احداث بتحصل، ودي بيبقى في اجازات كتيره في الوقت ده في العالم. فطبيعي جدا من 20 ديسمبر لغايه نص يناير دي فتره عموما فيها ترافل كتير. في فترات في الصيف، في فترات وهكذا. ففي سيزوناليتي. فاحنا بندرس الكلام ده كله الاول نشوفه، ومش بنشوفه بطريقه عشوائيه، ده احنا بنشوفه على حاجات سيستمز بندفع فيها فلوس كتيره، الافات الدولارات بتدفع في الكلام ده علشان نبقى عندنا السيستمز دي نقدر من خلالها نقيم احنا هنقدر نشتغل هنا ولا لا، والارقام اللي انا هديها لك دي واقعيه ولا لا. فدي مهمه جدا. التقييم، مرحله التقييم. بعد كده انا بقول لك الدخل اللي هيخش لك تقريبا كام بيزد على الحاجات اللي موجوده اوريدي في الماركت. لو انت وبنبتدي بعد كده نشوف الشقه دي ناقصها ايه بقى. لو انت قلت لي مثلا شقه متشطبه وناقصها افرشها، بنحسب بالتقريب كده فرشها هيكلف كام، ونشوف الدخل هيبقى كام، ونحسب ده على ده. تقدر تقول العائد على الاستثمار كام ببساطه. يعني العائد على الاستثمار ده اللي انا يعني، هعمله اللي هو ان يعني انا هفرش تمن البيت. الشقه لا زائد تشطيبها زائد فرشها هيجيب. لا مش تمن الشقه، انا ماليش دعوه بتمن الشقه. مش لازم مش لازم. ممكن يكون الشقه دي انت اشتريتها من زمن وراكنها على جنب ما بتعملش بيها حاجه، او بتأجرها ايجار قانون جديد وجايب لك، وانت مش عايز تأجر ايجار قانون جديد علشان الدخل بتاعه ضعيف، او علشان في اهتزاز في سعر العمله بتاعتنا في الجنيه، فممكن يبقى كمان سنتين اللي انا باخده ده قليل قوي، او العقد اللي انا عملته من زي سنتين ده القصه بتاعت ضعيف. اول حلقه بتاعت الشقه بتاعت شيراتون اللي كانت بتجيب 4000 جنيه في الشهر وجابتهم في يومين 3، بالظبط نفس الفكره. وجابتهم بالدولار. نفس الموضوع. فبالتالي انت عايز يبقى ليه عائد كويس، وعايز ان العائد ده يبقى منطقي وحقيقي، وعايز يبقى مستدام. انت عشان تقدر تحدد العائد ده هيبقى ايه، لازم تبقى عارف هتخش تصرف على الشقة دي كام، وتجهزها من الإبرة للصاروخ لغاية الشوكة والسكينة والمعلقة، علشان احنا كشركة بعد كده نستلمها منك نقدر نشغلها. وهنا يجي دورنا بقى اللي هو ايه، احنا هننصحك ازاي تفرش الشقة صح، زي ما اتكلمنا ان انت تفرشها صح وتتفادى الاخطاء اللي ممكن توقعنا في مشاكل. بعد كده احنا هنصور الوحده بطريقه بروفيشنال جدا. يعني مثلا في معلومه الناس ممكن غير ما تعرفهاش، booking.com الصور فيها افقيه، Airbnb الصور فيها لاندسكيب. طب انا عايز احط الاثنين، عايز اعرض حاجتي على الاثنين، اعرضها ازاي؟ اصور كده ولا كده؟ فدي حته مهمه، دي حاجات فنيه، الاضاءات، الكلام ده كله. احنا بقى بناخد بالنا من الحاجات دي كلها، وبيبقى عندنا جايد وعارفين الصوره دي حلوه، الصوره دي تبيع، الصوره دي ما تبيعش، الصوره دي مش كويسه، الكلام ده كله. فكره اصلا ان انت خلصت البيت وفرشته، وبعد كده انت بتنزل الشقه دي اصلا على بروفايل او على منصه شكلها عامل ازاي، زي Booking.com واير بي ام بي. انت البروفايل بتاع الشركه بتاعتك ده قوي ولا لا؟ انت بتنزلها من ضمن مجموعه تانية بتتحجز ولا لا؟ دي حته مهمه جدا. ريفيوهاته والسكور بتاعه، السكور بتاعك عامل ازاي، ريفيوهاتك، انت بتهتم بايه. الفريق بتاعنا اللي معانا، اللي بيساعدونا في الشركه، اللي بينظفوا واللي بيعملوا الصيانه واللي بيكلموا الجست شكلهم عامل ازاي، وبيتكلموا بلغه شكلها عامله ازاي، وبيردوا على الجست ازاي، وطريقه دخول الجست هل واضحه له ولا لا. طب لو الجست عنده مشكله، لو الراجل اللي احنا مستضيفينه ده ولا الشخص اللي دخل الشقه ده عنده مشكله، هنحلها له في خلال قد ايه؟ هياخد حقه ولا لا؟ كل دي عوامل مهمه جدا. والاهم التسعير اللي احنا اتكلمنا فيه في حلقه لوحده. موضوع التسعير ده احنا صرفنا الافات من الدولارات على
السيستمز اللي تساعدنا وعلى علم اللي يساعدنا ازاي نقدر نسعر في المجال بأعلى ده سعر صح. ممكن يتباع بيه. بالظبط، مظبوط. توصل لاعلى سعر ممكن، انت ما تكونش سايب فلوس على الترابيزه. قعدنا قد ايه في مجادلات ونقاشات على الاستراتيجي وعلى التسعير وعلى مذاكرة قد قرايه، كده. ومذاكره قد كده على قرايه المشهد وقرايه السوق عامل ازاي، وبنشالنج نفسنا في نعمل كده. طب نجرب نعمل كده، لانه مفيش صح وغلط في المجال ده، في القصه دي مفيش صح وغلط. عايز اقول لك ان حتى طريقه تسميه الوحده اسمها، انت عندك النهارده على اير بي ام بي 50 كاركتر. الاسم عبارة عن 50 كاركتر، 50 الاسم حرف يعني. 50 كاركتر عموما، ممكن تحطهم ارقام، ممكن تحطهم كاركترز، ممكن تحطهم ايموجيز، ممكن تحطهم اكسكليميشن، اعمل اللي هو انت اير عايزه، بي ام علامه بي استفهام. عامل ليميت بال 50 عشان حرف ما اقعدش يعني، او اكتب 50 رقم. انا مش هكتب قصيده في الاسم، انا عايز اسميه الاسم. طيب انت عارف انه الاسم ده لوحده، ان انت تفكر في الاسم وتستخدم ال50 كاركتر بتوعك صح، علشان ده يعمل حاجه نفسيه بالنسبه للشخص اللي بيحجز، دي لوحدها قصه. يعني انت لازم يكون عندك في الاسم بتقول له انا مميز في ايه، ان الاسم بتاعي بيدي ايحاء عن الشقه والوانها، ممكن الشقه وموقعها، ممكن عن اسم الشركه بتاعتك، ممكن كل دي انت هتستخدم 50 كاركتر عشان تعمل كده. طب انت ال50 دول هتعمل فيهم ايه؟ يعني هيفرقوا. ال5 صور الاولانيين اللي اتكلمنا فيهم، ان انت اي جست بيتفرج على منتج هو هيفر، او اي بيت هيأجره هيتفرج على اول 5 صور. اهم صور طبعا. طب اول 5 صور دول الاهم، هتختارهم بناء على ايه؟ وهنختارهم ازاي؟ فده كل ده بنسميه اوبتمايزيشن. ان انت كل شويه، هي عامله زي ايه؟ هي عامله زي الطفل الصغير اللي بيتولد. انت الطفل اول ما يتولد ما ينفعش يجري ويجيب جون. ويلعب كوره، مش هيقدر يعمل كده. م-م. فانت كل شويه بتظبط فيه حاجه علشان يقدر يبرفورم احسن. مظبوط. فمن اول اسم، الصور، التسعير، ومتابعه التسعير، الاوبتمايزيشن دي المتكرره. كل شويه في تغيرات في الماركت بتحصل، الديماند يزيد، السبلاي يزيد، السبلاي يقل، الديماند يزيد. فانت دايما لازم تبقى اوير بالتغيرات دي وبتراكت عليها as fast as possible جداً. عشان تضمن دايما ان كل يوم واصل لاعلى دخل جدا. والمشاكل اللي بنقابلها اللي هي عامله زي النظافه والصيانه والكلام ده، لانه مفيش شركه ولا ان شاء الله يكون عندها 3000 ولا 5000 ولا 10000 شقه بتديرها في العالم مش هيكون عندها مشاكل في النظافه ولا الصيانه ولا الكلام ده. كل الشركات وكل الافراد وكل مش الناس، كمبيوتر اللي بينظف ولا بيصين، بني ادمين، والبني ادم فيه هيومن ايرور طبعا لازم يحصل. لازم هيحصل هيومن ايرور، ولازم هيحصل مهما عملت تدريبات ومهما عملت لازم هيحصل ايرور. الفكره ان انت ازاي هتتفادى الايرور في المره الجايه، وازاي هتقدر تحتوي الموقف، وازاي هتدي للشخص اللي قدامك اللي حاجز البيت حقه، اللي هو ايه؟ انا دفعت فلوس، انا ما خدتش مقابل القيمه الفلوس دي قدامي. بلاش انا النهارده دخلت كجست وكسرت التلفزيون عندك، ماشي؟ حصلت كتير انت طبعا. هتعمل ايه؟ حصلت معانا احنا، هنعمل ايه؟ مال الشخص اللي اداني شقته ان في حد قعد في شقته انا جبته له كسر التلفزيون. مين اللي المفروض يدفع الكلام ده؟ انا ولا هو؟ المفروض المالك ملوش دعوه، احنا اللي مسؤولين عن البيت مسؤوليه كامله. ولو داخل حجز تاني بعديه على طول، انا لازم في خلال ساعتين اكون جايب تلفزيون بنفس المقاس مكانه، وبعدين ابقى اشوف قصتي مع الجست او مع الفلوس اللي هيدفعها اللي فات اللي كسر، او مع تامين اير بي ان بي واثبت الورق والكلام ده. لكن انا المسؤول مسؤوليه كامله. او البيت اللي غرق، اللي فتح الجاكوزي ودخل ينام وغرق البيت. بالظبط. حد عندنا كان في الجونه اللي دخل والجاكوزي المفروض ما بيستخدمش، وكان على الروف وفتح الجاكوزي وغرق البيت وغرق العماره ودخلت فيها وعمل دامج لكذا جار. بالظبط. واحنا المسؤوليه بالكامل على الشركه بالكامل. بالظبط. والحته الامنيه اللي على طول بنتسال فيها، هو انتوا هتعملوا ايه مع الاسم؟ هتبلغوا ولا لا؟ طبعا لازم نبلغ. يعني قانون البلد بيقول ان انت لما يبقى عندك سائح اجنبي او مصري في الايجار لازم تسجل باسبوراته في الاسم. انت بقى هتقعد تعمل كل ده بما فيها التسعير والتنظيف والصيانه وكل الكلام ده والحاجات اللي بتسيبها للجست، اللي هو ايه؟ القهوه والشاي والسكر والميه
والمناديل الجست عمل بارتي ومكسر الدنيا والجيران بتشتكي، فانت لازم يكون هوست بيرياكت وبيقول له ان انت بتخالف القوانين وانك لو ما خرجتش دلوقتي هيحصل ايه. كل الجست ده مات، بالظبط. الجست مات. يعني احنا نسينا القصه دي. الجست مات. الجست مات، بنفتح عندنا الجست عليه مات. الجست متوفي في الوحده. المسؤوليه انا المسؤوليه فاكر اليوم القانونيه ده في اليوم ده كانت ما كانت كانتش صعبة جدا. سهله، بس الحمد لله يعني الشرطه المصريه الحمد لله بتتعاون بشكل عظيم يعني. وهتحصل وبتحصل مواقف زي كده كتير. فعشان كده دايما بتبقى ان انت تتعاقد مع شركة تديلك مرت بقى المميزات بتجارب دي. كتير وبقى عندها خبره وبقى معاها تكنولوجي. احسن خصوصا ان انت لما تيجي تقارن في الاخر، هو انا العائد لو انا متعاقد مع شركة كويسة وشاطرة، العائد اللي جالي لو انا اشتغلت لوحدي انا هوفر بقى الفلوس اللي بياخدوها مني دي، وهي ما تعتبرش فلوس كتيرة بس هوفرها انا وعندي الوقت. اللي بيحصل ان بيحصل فتيج، بيحصل تعب. احنا في ناس كلمتنا بقالها كانت سنتين بتعمل القصة دي، وبيكوا بعد سنتين بيقولك ايه، انا خلاص ما بقتش قادر ارسم الضحك على وشي، انا عضلات وشي تعبت من ان انا قاعد ابتسم وقاعد اقول نفس الكلام بتكرار للجست اللي جاي واللي جاي بس واللي جاي. لو شركه محترفه مش بس هتشيل عنك ده وارد توصلك لدخل اعلى من غير ما تتعب، وده شفناه بعينينا كتير. عشان التسعير، عشان كده احنا اتكلمنا في حلقه لوحدها عن القصه مش دي. التسعير بس، التسعير وقبلها الانتيريور اللي هي بتظبطه لك لشكل عالي، والتصوير وديسكريبشن الوحده والتسميه والتعامل مع الجست، والتعامل مع الجست الابيوسيف اللي داخل يبتز او اللي داخل يكسر او اللي داخل يعمل حفله او يدخن جوه، او اللي كسر التلفزيون اللي انت لازم تجيب مكانه، اللي توفى في الوحده، او تعامل مع الشرطه المصريه وتسجل الباسبورات. فهي حاجات كتيره جدا بالزبط. لازم تكون محترف فيها المرحله جامده وديديكيتد. فلما تبقى شركه مختصه مركزه في كل النقط دي ان هي تعملها تو ذا ماكسيمم، اكيد انت مش بس هترتاح من الهدك، انت غالبا هتوصل لعائد اعلى وبالدولار. لا وهقول لك على حاجه، بلاش احنا نتكلم، خلي اير بي ام بي اللي تتكلم في القصه دي. انت عارف انه اكتر من 55% من الوحدات المعروضه من ال8 مليون بيت اللي معروض على اير بي ام بي بيدار من شركات وليس مش افراد. اه. طب تفتكر ليه؟ لانه الشركات بتقدر تفهم اكتر، عارفه شغلها، عارفه حل ده خبره برضو، عندها خبره صرف وتكنولوجي، وتركيز. لان معاها عدد وحدات برضو اكيد قدر يوصلهم. انا فاكر في الجامعه كان اسمها economies of scale، ان بالزبط. احنا لما نبقى بندير كذا وحده اكيد مصاريف النظافه عندنا هتبقى اقل، لان التيم بقى يمانج كذا وحده مش وحده واحده بالزبط. فالخامات اللي بنشتريها، مواد النظافه، الكلام ده كله اكيد هيبقى فيها سعر اقل. فده كله صعب توصل له بشقه وشقتين. بالظبط. وهي الشغلانه ما هياش سهله، هي بتبان سهله لناس كتيره قوي وبتبان شيقه لناس كتيره قوي انها تبتديها. واحنا حتى لما بيجي لنا ناس يقول لك لا انا مش مقتنع انا هبتدي لوحدي، احنا بنساعده ان هو يبتدي لوحده، نفهمه نقول له اعمل كده وما تعملش كده. يعني ياما ناس كلمتني من خصوصا بعد ما سبت اير بي ام بي وكان عندي علاقه بيهم، ولغايه النهارده في ناس بتتكلم ويقولوا لي نعمل ايه ونبتدي ازاي. وفي ناس في افراد وشركات بيجي عند ال50 شقه ويفرمل، هو مش عارف يكبر، هو مش عارف يستوعب اكتر. الماركت ده فيه المساعده والمشاركه تكسبك اكتر جدا. الانانيه بتخسرك. يعني انا فاكر في حد معانا في الجونه، بليز لما السخان يضرب عندك واحنا عندنا في الستوك بسرعه خده من عندي وبعدين نبقى نظبط حساباتنا. شركه تانية. بس انا بالنسبه لي هو لما هياخد باد ريفيو بسبب سخان ضرب، طب ما تاني يوم سعر الوحدة هينزل عنده وأسعار السوق هتنزل. فأنا من قمة مصلحتي إن أساعده يفضل دايما بيوصل لأعلى الريفيوز وبيوصل لأعلى الأسعار، عشان نفضل ماسكين الافريج ديلي ريت أو متوسط سعر الليلة في حتة كويسة وحتة عالية. فالتشارك والمساعدة في الاندستري دي دايما بتقدم لقدام طبعا. جدا. ومفيش حاجة صح وغلط. انت اللي عايز يبتدي المجال ده او عايز يبتدي انه يأجر بيته بالشكل ده مفيش مانع انه يبتدي. واحنا كمان بنساعد الناس زي ما بقولك، اللي جاي عايز يفكر في القصة دي ويعملها ازاي نقول له اعمل كده ما تعملش كده. لا بلاش تخش في الحتة دي، المنطقة اللي انت عايز تنزل فيها مش بيتك هتجيب فلوس، ما فيهاش ايجارات، الايجارات فيها ضعيفة، ما تصرفش تشطيب وفرش على البيت، ده مش هتوصل للارقام بالظبط.
لان هو هيخسر واحنا هنخسر معاه، احنا ايه مصلحتنا من كده؟ تخيل مثلا يعني شقه مثلا في حته في اخر الدنيا في المنطقه السادسه ولا الثامنه في العبور، طب انت مين هيجي لك اير بي ام بي شورت تيرم رينتال ولا هيبقى عليها ترافيك ولا ديماند ولا ايه بوكينج دوت كوم؟ طبعا مش هتشتغل احسن حاجه. فان انت تروح لشركه هي اللي تدرس لك الموضوع، بدل ما انت تلاقي نفسك صرفت وعملت حاجات غلط. بالعكس، انت الشركه بتتعلم وبتيفولف كل يوم وبتحسن في البروسيس بتاعتها. واكيد الشركه عندها انسايتس اكتر بكتير من فرد، لان هي بتتحرك كل يوم. احنا يعني البيزنس اللي عملناه بالملايين ده هو اتصرف عليه ملايين، ده اللي اقدر اقوله لك. هو اتصرف عليه ملايين عشان صح. يقدر يبقى ليه قيمه في السوق النهارده ويقدر يخدم القطاع ده. والحته دي مهمة جدا، وهي هتكبر جدا في مصر الفترة الجاية، لسبب لان كل الدول اللي نجحت حوالينا واللي كانت ناجحة على اير بي ام بي هو ده اللي حصل فيها. احنا بس مجرد ان احنا ماشيين وراهم، يعني احنا في التايم لاين ورا شوية، بس احنا ورا شوية، بس هي اوريدي انا شفت التطور ده بيحصل في بلد زي دبي. واو. بيحصل في بلد زي جنوب افريقيا اللي هي كانت سابقة دبي باي ذا واي. جنوب افريقيا ومحدش كانت دبي دلوقتي في حته عظيمه، وعايز اقول لك محدش يعرف ان جنوب افريقيا هي السوق الاول لاير بي ام بي في افريقيا. محدش كان يعرف المعلومه دي بيزد على ايه. كيب تاون دي من السيتيز القويه جدا. فدبي وجنوب افريقيا والمغرب صح، المغرب من الدول القويه جدا. ليه؟ هي متاثره بثقافه أوروبية، فهم سابقنا شوية في الحتة دي. لكن كل ما احنا كشعب هنفهم اكتر احنا ممكن البوتنشال بتاعنا والعائد بتاعنا يوصل لايه، احنا هنلاقي نفسنا بنتطور بسرعة. دلوقتي كل المشاريع الجديدة اللي بتعملها مستثمرين كلهم بيعملوا شقق فندقية. ليه؟ لانه البلد محتاجة حاجة زي كده. فبالتالي صعب جدا ان انت يكون عندك مبنى مثلا فيه 50 شقة فندقية وتديرهم بنفسك، والا انت هتكون اوريدي في المجال ده، يعني انت فاهم. لكن اوريدي عندك خبرة في المجال، يعني هتحتاج اوبريتور، هتحتاج حد يدير. ومش لازم يكون اوبريتور يعني فلوس اقل، كتير بتبقى فلوس اكتر، وكتير بتبقى مش لازم يكون الاوبريتور المعتاد اللي هو ايه، انا هجيب الماريوت يدير بتاع. ما هو الماريوت مش ممكن ما يبقاش بالنسبه له دي حاجه هو عايزها او حاجه هو هتفرق معاه. انا يا ريت ان انا اجيب الماريوت يدير لي بيتي، بس هو ممكن يكون ان انا الاقي اوبريتور تاني شاطر ده احسن من الماريوت ده. ليه؟ لان هو فاهم في شغله. واحنا برضو مش بنتخصص في الايجارات الطويله اللي هو الايه اللي هو الشهر والشهرين والثلاثه، ودي بيسميها ميد تيرم يعني ستيز. لا، احنا في الشورت تيرم اللي هي بتعتبر ايه الديفينيشن بتاعها او التعريف بتاعها ايه، من اول ليله اب تو 30 يوم. مظبوط. وعاده ما حدش بيقعد عندنا 30 يوم، عادة بتبقى من أول ليلة ل3 أو 4 أو 5. يعني إحنا كشركة الموضوع عندنا فيه أحداث يومية بتحصل كتيرة جدا، والأوبريشنز عندنا عنيفة جدا، لأن إحنا في مناطق مختلفة وكلها بتخش مرة واحدة ساعات، أو كلهم بيفضوا يخشوا على مدار اليوم، وكل واحد بتوصل طيارته في وقت فبيخش في وقت. إحنا شغالين 24 ساعة، احنا ما بنقفلش. ودي مشكله الاندستري عموما. احنا تقريبا دلوقتي زورو ستيز تقريبا 160 بروبرتي لغايه النهارده. بس احنا برضو عندنا بايبلاين وتجهيزات لوحدات كتيره جدا تفوق يعني 200 او 250 بروبرتي، ودي مش حاجه سهله وما بنفرحش. يعني في ناس كتير بتفرح بالعدد. هو انت ما بقالك فتره، بقالي 3 سنين بتقول لي ما تزود لناش وحدات تاني لا في الجونه ولا في القاهره، علشان انت محتاج تحافظ على الكرايتيريا بتاعتك اللي انت بتوعد بيه، لازم تحافظ عليه. يعني يا فرحتك ان انت تبقى عندك 1000 شقه بتديرها ويبقى اسمك اكبر شركه من ناحيه العدد، بس بيجيبوا اقل دخل. 300 منهم فاضيين، 700 محجوزين. استفدت ايه؟ في 300 قاعدين، ما في 300 متضايقين. فهي النجاح ما بيتقاسش بعدد الوحدات في المجال ده، هو بيتقاس ان اللي معاك ده انت عارف تديره بشكل كويس، بتدخل فيه عائد كويس، متصين كويس، ريفيوهاته كويسه ولا لا، هل الناس العملاء بتوعك مبسوطين منك ولا لا، حتى لو هم 10 عملاء مبسوطين ولا لا. لكن فكره ان انا يبقى عندي 100 عميل ولا 2000 عميل ونصهم متضايقين،
انت ما استفدتش حاجه، انت بتهدم او نصهم فاضيين مفيش دخل، او مفيش مش دخل. ليستد على اير بي ام بي ولا بوكينج دوت كوم زي ما شركات كتيره عامله دعايه مثلاً. رهيبه وما هياش شغاله اصلا في ماركت الشورت تيرم رينتال ولا اهم تشانلز في المجال. وبرضو من ضمن الحاجات اللي لازم نقويها او احنا اوريدي بنقويها، ان احنا عندنا 30% من حجوزاتنا، وده رقم يعتبر كبير بالنسبه للمجال ده، بيجي دايركت. من يعني ايه اور بيجي اون دايركت؟ ويب سايت. يعني الناس عرفت زورو ستيز دول، وعرفوا ان هم عندهم سبلاي في الحته الفلانيه، وان هم كانت تجربتهم كويسه. مش محتاجين اير بي ام بي عشان الريفيو، احنا بنثق في الشركه دي، احنا نزلنا عندها اكتر من مره وضامنين من غير اير بي ام بي ما تخش تحكم ما بيننا ان احنا نقدر نحجز عندهم بالظبط. وضامنين جوده الاقامه. فتخيل لما 30% من حجوزاتك انت مش معتمد على اير بي ام بي اصلا، ولا مم. بوكينج دوت كوم، ولا اي تشانل من التشانل سي، انت معتمد على نفسك. انت اوريدي البراند بتاعك او الناس عرفتك عن حاجه معينه جربوها معاك. والاهم حتى لو كانت تجربتهم سيئه، احنا عملنا ايه عشان نصلح التجربه دي؟ يعني ما هو مش كل الناس، ما هو في ممكن تحجز بيت معانا جنب المطار وليكن، والكهرباء تقطع عليك في الصيف عشان احنا بنخفف احمال في مصر. ده ذنب مين؟ اكلم مين؟ انت تكلم مين فيه؟ طب وذنب الجست اللي قاعد ده ايه؟ ملوش ذنب بقى، هو ماله يعني برضو. هتتصرف ازاي؟ هي دي بقى القصه كلها. مهم. هتتصرف ازاي؟ هترجع له فلوس، ولا هتنقله في مكان تاني في كهرباء، ولا هتدي له حاجه ببلاش، ولا هتعتذر له باي شكل من الاشكال؟ دي فان انت تبقى لوحدك في كل ده وبتعمله لوحدك بالشكل ده حاجه مرهقه جدا. كفايه بس الكوميونيكيشن اللي بينك وبين الجاست. يعني هنعتبر انت نظفت وطلعت اسعارك في احسن شكل وسعرت بطريقه مظبوطه وصينت بطريقه مظبوطه، الكوميونيكيشن بس لوحده. واخواتنا العرب اللي بيجوا مصر، يعني عايز اقول لك تقريبا السيجمنت اللي بيجي مصر نصه من السعوديه ونصه من امريكا. يعني جزء كبير منه يمكن 70% او اكتر هم من الدولتين دول. ده بيتعامل بطريقه وده بيتعامل بطريقه. اللي جايين من الخليج هو بالنسبه له ممكن مش كلهم اختبروا فكره ان انا قاعد في شقه مش قاعد في اوتيل. ممكن تبقى اول تجربه بالنسبه له اصلا بعيد عن الاوتيل. لما بيحجز عن طريق بوكينج دوت كوم، ممكن ما يحجزش عن طريق اير بي ام بي، ولما يحجز عن طريق بوكينج دوت كوم هو متخيل ان ده اوتيل، ومستني الريسبشن ومستني اللي هيقابله ويعمل له تشيك ان ويعمل له كل حاجه. وفين الفطار؟ انت ما بتقدمش فطار، انت كاتب كل الكلام ده بس هو ما قراهوش. ما خدش طب انت باله منه هتتعامل عادي. ازاي؟ هتعمل ايه؟ هو منتظر منك ان انت يبقى فيه ريسبشن والشنطه تساعده فيها وكل الكلام ده، لان هو معتاد على الفنادق. فانت طلعت في الاخر شقه وهو كان متخيلك فندق، هتعمل ايه؟ فكل دي مواقف بنقع فيها، مع بقى المواقف البايخه التقيله اللي هو زي ان جاستي يموت لا قدر الله جوه الوحده وانت مالكش ذنب فيها. طب هتطلع انت نفسك منها ازاي؟ طب انت لو انت صاحب الشقه دي هتعمل ايه؟ ففي جانب امني، وفي جانب تسويقي، في جانب احترافي في الصيانه وفي النظافه وطريقه ابلاغك ان انت مثلا انت النهارده قررت تشتغل معانا حلو بشقتك واحنا بنديرها لك، وحصل ان في صيانه معينه محتاجين نعملها. هل انت جبت الصيانه دي باقل سعر؟ هل انت عملت الصيانه دي بشكل مظبوط؟ هل الداون تايم، الوقت اللي انت قفلت فيه الشقه قد ايه؟ هل عندك جدوله للصيانه؟ هل عندك تكنولوجيا كافيه تخلي الفريق بتاعك يعني يرقصوا كده كانهم بيرقصوا مع بعض، اوركسترا، ان هم بيلعبوا كده الموسيقى مع بعض من غير ما يدوسوا على بعض؟ هل عندك من غير ما يتكعبلوا في بعض اصلا؟ يتكعبلوا في بعض. انت عندك مثلا 100 شقه، 70 النهارده داخلين وكلهم في مناطق مختلفه. يا سلام بقى هتكلمهم واحد لو واحد تقول ال70 لهم دول خارجين وداخلين، فانت في ظرف ساعتين كل ال70 دول لازم يرجعوا جداد. بالظبط. هتعمل حتى لو كان في مشاكل من اللي خارج قبلها، ولا كان عامل بارتي ولا كسر تلفزيون ولا عامل مشكله، انت في خلال الساعتين دول لازم ترجع الشقه جديده لان في جست تاني داخل. بالظبط. هتعمل الكلام ده ازاي؟ وهنا بتبان قوه عضلات الشركه بقى، والشركه دي قويه ولا لا. بالظبط. والخبره دي بتتراكم. مفيش زي ما بقول لك صح وغلط. ممكن يا مينا بعد اذنك يبقى في شركه بتوصل فعلا البيت لدخل عالي ما هياش شغاله على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم؟ صعب، لان انت 90% من الحجوزات اللي في العالم، ودي موجوده اوريدي، لو الناس دورت هتلاقي كده ان 90% من الحجوزات اللي بتتم في العالم هي بتتم على المنصتين دول. فلو انت مش على المنصتين دول، طب انت هتجيب الحجوزات منين؟ طب بلاش، انت جبت الحجز دايركت، انت راجل معروف في السوق وانت راجل
سمسار او شركه معروفه، فانت بتجيب حجوزاتك على طول. طب التامين، افرض جه واحد حرق لك البيت، طب ما هو انت المنصات التانية دي زي اير بي ام بي لا، ما بتامن لك ضمنيا على البيت لغايه مليون تقريبا دولار. هو لسه كنت هقول لك تقريبا مليون دولار فعلا لغايه تأمين. مليون دولار. يعني ايه مليون دولار؟ يعني لو جه حد بس لا تعرف قدر تثبت الله. يعني صعبه. انك تعرف تثبت ان وانت كمان هو لوحدك، وانت كمان لوحدك اصعب عشان تستخدم التأمين ده. انا فاكر احنا يعني مرينا بظروف كتيرة، جدا. مش سهل ان انت تثبت وتاخد حقك ان ده مش بايجاست، وان فواتيره كذا، وانا كنت شاريه بكذا، والجديد طب بتاعه تخيل كذا، انت والورق بقى بتاعه كذا. مسكت شركه وهي اللي مسؤوله عن الموضوع ده، وكده والله كده الفلوس جبتوا التأمين ما جبتهوش، مش المفروض انتوا بتاعتي. ملزمين ان ده يرجع سليم زي ما كان. بالظبط. ودي حته مهمه جدا، ان انا النهارده لو شغال لوحدي انا اللي ملزم بقى انا صالح، اه وانا اللي ملزم اقدم ما يثبت ان الجست اللي دخل ده هو اللي بوظ الكلام ده، ويعمل وامشي في كل الاثباتات والايميلات والاوراق اللي والمحادثات بتطلب قبل والاوراق. اللي انت شاري بيها، والاوراق اللي بتطلب اللي انت هتشتري بيها قصة كبيرة. قصه كبيره. فانت القصه الكبيره دي في عندنا تيم مسؤول عنها، والمفروض في كل شركه بيبقى في حد مسؤول في الكاستمر سيرفيس او في الريليشنز، يعني الريليشنز عامه، انه يبقى مسؤول عن الحاجات دي. انت بتشيل من عن دماغك كل ده في مقابل ايه؟ في مقابل جزء بيتاخد. فالموضوع ده يعني ان 55% من الشقق اللي بتدار على اير بي بي من الشركات ما جاتش من فراغ. مظبوط. الناس بتتعب، واللي مش هيتعب النهارده ولا السنه الجايه هيتعب السنه اللي بعدها. ودي احصائيات محدش ما بيملش يعني، اللي في ناس كتير بتمل وجولنا. يعني الفكره ان الناس اللي تعبت دي هم جم في الاخر قالوا ايه؟ خلاص انا تعبت، خد دير بقى، وانا مبسوط من كلامك او من طريقتك او مصدق في الكلام اللي انت بتقوله. ولو قدرنا نوصل له عائد اعلى يبقى هو كسب واحنا كسبنا. فهي دي قد ايه الاوبريشنز او الشغل ده مهلك ومتعب. الموضوع ما بيبقاش بالسهوله دي. لازم الناس تشتغل مع الشركات. انا في رايي اللي تشتغل مع الشركات، لان هو ده المستقبل. هو حتى لو انت شاطر جدا وعندك الوقت للكلام ده حلو جدا، بس الاغلبيه مننا بيبقى شغال عنده شغله الخاص. فده الا بقى لو ده هيبقى شغلك الاساسي. بس لو ده مش شغلك الاساسي، انت لازم تدور على حد يشيل من عليك القصه دي. وتاني حاجه، انت لو عندك البيت ما تفكرش مرتين. مش هتلاقي حاجه تعمل بيها تدخلك عائد كويس بعمله من البيت زي الدولار من البيت ده غير الاسلوب ده. ايوه يعني طبعا، ده اعلى عائد طبعا. مفيش ومفيش حاجه احسن من الاستثمار في العقار. هو كده الريال ستيت ده ثروات العالم بتتعمل استثمار بالريال العقار ستيت. والزياده السنويه في سعر العقار لما يجي جنبها رقم سنوي بالدولار من الايجار، فطبعا بيعلي الاستثمار جدا. احنا المتوسطات اللي شفتها في احصائيات، مش هقول اللي عندنا بس هقول اللي موجوده في الماركت، الافريج في السنوي ل 1 بيدروم جوه القاهره ساعات بيوصل لغايه $10,000. ده المتوسط يعني، في حتت اعلى وفي حتت اقل. وفي اقل، في ناس في حاجات من اول $6,000. فانت ترجم الرقم ده اللي مصري واقسمه على 12 وشوف الرقم ده يستاهل ان انت تعمل كل وجع الدماغ ده ولا لا. هتلاقيه يستاهل ونص. وده انا بتكلم على اوضه وصاله 1 بيدروم. بس في حاجات 1 بيدروم بتوصل لارقام اعلى من كده بكتير طبعا. وفي 1 بيدروم على حسب اللوكيشن والانتيريور والفرش. فانت قارنه بالايجار الجديد هتلاقي انا ليه افكر. طيب ولو في شركه، طب ما تشتغل مع الشركه احسن. والشركات كتير جدا اهم حاجه انها تبقى شركه وقوية. بتعمل الكلام ده، تبقى شفافه، في سيستم بيجي لك لايف نوتيفيكيشن، عقد قابل للالغاء في اي وقت، فعلا بتتحمل الدمج اللي بيحصل من الجست، بتمانج بروفيشنالي وبتجيب لي ارقام كويسه وبتحقق ريفيوهات كويسه، وفي خبره سابقه. وهيبقى في شركات كل شويه بتطلع وشركات بتكبر وناس اكتر بتعمل شركات زي كده. واحنا بالعكس احنا يعني احنا مش عايزين نبقى في الماركت لوحدنا، ده احنا عايزين جنبنا شركات تانية كتير عشان متوسط الاسعار نقدر فعلا نتحكم فيه ونبقى اغلبيه. هو البيزنس الوحيد اللي كل ما زاد فيه عدد الشركات وعدد الحاجات المعروضه بيبقى اقوى. مش العكس، مش ان انا ابقى انا اقوى واحد، لا خالص. بالعكس، انت لما يبقى عندك شركه دي شاطره في المنطقه دي، او شاطره في المجال ده، او شاطره في الحته دي، او شاطره في الفلل، او شاطره في الاستوديوهات، او شاطره في انها بتتعامل مع الشركات او الكوربريتس، فاحنا بنتمنى ان يبقى في شركات محترفه اكتر
في مكان زي الجونة او في نزلة السمان او في التجمع، لان ده very healthy للماركت. والساحل الساحل طبعا، الساحل يعني من الثروات اللي عندنا اللي الدولة نفسها بتراهن عليها، خصوصا مش هيبقى 3 شهور بس، ومش هيبقى 3 شهور واكيد راس الحكمة والحتت الجديدة اللي زي دي هيبقى فيها ايجارات باليوم شورت تيرم، يعني كلها تخدم المجال ده. فطبيعي جدا هنبتدي نشوف شركات كتيرة بتطلع، وبالعكس احنا دي حاجة قوية جدا. بس اهم حاجة اللي اي حد بيتفرج علينا يبقى فاهم ازاي يقيم الشركة اللي قدامه دي، انه هل الشركة دي هي المناسبة ليا ولا لا، اقيمها بيزد على ايه. وهو ده اهم حاجه في الموضوع، مش ان احنا جايين نقول ان احنا احسن ناس خالص، بالعكس هو في ناس كتيره عباقره في المجال ده، وفي ناس كتير عباقرة في مصر في الحتة دي. واعتقد ان كل ما الوقت بيعدي الليرنينج كيرف بيزيد وبنتعلم اكتر كلنا مع بعض، والمجال ده هيفضل يتطور. كل يوم فيه جديد في السوفت ويرز وفي التكنولوجيا اللي بيتدار بيها الكلام ده. والاي اي دلوقتي داخل بيرد على الجست لوحده، وكله بقى بيفرض عضلاته في الحته بتاعته. احنا لغايه النهارده لسه مش بنتبنى فكره الاي اي قوي، او ان هو اللي يرد على الجست، لانه في عامل بيرسونال، بيحس ان هو روبوت بيرد عليه شويه. ايوه، والعامل البيرسونال ده عمره ما هيختفي. بس قريب هيتطور الاي اي لمرحله ان الشركات كلها هتتبناه، لان هيبقى بيرد بطريقه ما يبانش انه روبوت، زي ما التسعير دلوقتي احنا معانا مين اللي معتمد بنسبه كبيره على الاي اي. التسعير بالظبط، اي شركه مش بتتعامل على التسعير ان هو بيدار بذكاء اصطناعي، هيبقى زي بالظبط السمسار اللي عارف متوسط المنطقه دي كام، مش هيوصل للماكسيموم. عم ابراهيم اللي اصله ده في المنطقه، فعارف متوسط الايجارات القانون الجديد هنا عامله كام. لكن ان انت تيجي تقول، يجي حد يسالنا مثلا ايه رايكم في المنطقه دي كام في الشهر، انا بقول له ما بعرفش، هدرسها واحطها، عايز احداثياتها وهندرسها وهنرجع لك داتا شيت دي فيها شويه ارقام، انا بشرح له الارقام دي وبناخد القرار سوا. لو احنا جينا قلنا احنا موافقين، بناخد القرار سوا. ليه؟ لان المصلحه بتاعتنا واحده، احنا في مركب واحده. احنا شراكه بسيستم شفاف بيوضح كل حاجه قبل الالغاء من طرف المالك في اي وقت. بالظبط. فده باختصار السؤال اللي بيتسأل كتير واللي احنا بنقعد نجاوب عليه. بالنسبه لناس كتير ده علم الفلك، يعني مع انه هو لا علم الفلك ولا اي حاجه. الحاجات دي مشهوره جدا في اوروبا، ومشهوره جدا في امريكا، وفي مئات والاف الشركات في اوروبا وامريكا، ومنهم اللي قوي جدا ونجح وطلع لمناطق تانية في العالم، ومنهم اللي لسه صغير او بيتعامل على نيش ماركت معين بيدير حاجات معينة. المجال ده بس يعتبر دخل مصر في ال5 سنين اللي فاتوا او 6 سنين اللي فاتوا كمجال جديد، لكن هو في المجمل حاجة متعارف عليها. اتمنى الناس اللي شافتنا وبتسمعنا ان هم يعرفوا اهمية البيزنس ده بالنسبة لمصر، واهميه البيزنس ده بالنسبه لهم في استثمار عقارهم، وطريقه تقييم انت هتشتغل مع مين. دي اهم حاجه بعتبرها، لانه ده اللي احنا جايين الناس كلها نرجعه نرجعه. ده الشير بتاعنا في الانفورميشن. واي حد حابب يتكلم معانا او يسالنا سؤال، يا ريت يسالنا، احنا جاهزين نجاوب. اللي مش عارفينه هنقول احنا مش عارفينه، مش هنفتي بس اللي احنا عارفينه كتير، واعتقد هيفيد اي شخص مهتم بالقصه بتاعه الايجارات قصيره الأجل. معظم الناس فاهمه كويس جدا اهم تشانلز في المجال ده اللي هتقدر توصلك لاعلى دخل بالدولار هي اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم. ودي من اهم النقط لتقييم الشركات، انك تشوف ادائهم على اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم. قيم ادائهم وتشالنج الناس في اللي هم بيعملوه. واعتقد الفتره الجايه هتبقى فتره قويه جدا جدا في مصر، في الاندستري. صح. في الاندستري. وحابب وده يمكن سبب من الاسباب ان احنا طلعنا نتكلم، علشان ما شفناش ناس كتير قوي بتتكلم على الحته دي، واحنا حاسين ان قد ايه الحته دي مهمه، بدليل ان الدوله نفسها ابتدت تاخد خطوات انها تقنن البيوت المعروضه. مزبوط. عايزين يقننوها، عايزين انها يبقى ليها ترخيص او شكل قانوني واضح انها بيت عطلات او بيسموه هوليداي هوم بيتأجر باليوم، فلازم يبقى ليه تقنين. وده كانت خطوة قوية جدا وممتازة انها بتكون بتبتدي تتعمل دلوقتي، ففترة كويسة. وشكرا.